بيبدأ الانمي وسط الوحوش والاشجار وبيظهر معانا البطل المغوار شاب قوي اسمه يوجي، ومن اولها كده بيتحرك بسرعه رهيبه بكل هدوء وقوه، بيقدر يهاجم الوحش من كل حته بيحاصره وبيدخل في قتال جبار. الوحش بيهجم بانيابه الحاده بيحاول يقطعه ل 100 حته، وهوبا كره ناريه بتشيله من وش الارض بتوقعه في لحظه وبتعلم عليه. ايه ده بس ثانيه، ده هو مش لوحده، معاه كائنات تانيه بتساعده وبتقاتل معاه. الولد بيخلص على الوحوش وبيمشي مع جماعته ويروح بينا لنقابه المغامرين، وهناك بيبقى في شاب منبهر ومش مصدق عينيه، بيقول للكل انا شفت معجزه استحاله انها تحصل. بيقولوا له شفت ايه؟ عرفنا اخلص، انا عايزكم تركزوا معايا. شفت كائنات سلايم ضعيفه وصغيره ولكنها بتطلع نار من جسمها، مش كده وبس، يا ريت لا، وكمان بتخلص على الوحوش اللي قدامها بالهجوم ده. الولد من كتر الصدمه بيتلخبط في الكلام ومش عارف ينطق، الكل بيتمسخر عليه وبيتنمر. طب حتى قول كلام معقول نقدر نصدقه، كائنات سلايم ونار قال ابقى غطيها وانت نايم يا حبيبي. الكائنات دي معروفه عنها انها ضعيفه، مش بتستخدم السحر اصلا. ولكن مرة واحدة بيدخل عليهم يوجي، حواليه هالة رهيبة، كاريزما غير عادية. هي دي الدخلة الأسطورية. على كتفه كان السلايم اللي كانوا بيتكلموا عنه، ولكن مربيه كعصفور عنده. البنت المسؤولة بتكلم يوجي بتقوله شكلك كده فشلت في المهمة، بس عادي في غيرها كتير ولا تزعل نفسك. مش بتكمل كلمتها بتلاقي السلايم مطلع من جسمه عدد كبير من الأزهار النادرة، وهي دي المهمة اللي كان مطلوب منها. الكل بينبهر بيقولوا مش ده الولد الضعيف اللي بنشوفه كل فترة؟ ازاي قدر يلاقي الأزهار دي كلها؟ ده احنا متوقعين ان مفيش منها أصلا. مدير النقابة بيوصل، بيعرفوا ان هو يشتري كل انواع الزهور ديت لانها نادره صعب اي حد يلاقيها. في نص الكلام بيظهر فجاه شاب وبيدخل للنقابه، بيبقى مرعوب ووشه مخطوف، بيقول لهم خلاص دي النهايه، الوحوش ظهرت في الغابه وهنموت كلنا قريب. وفعلا بنشوف في الغابه عدد كبير جدا من الوحوش الزاحفه المرعبه، يا حلاوه شكلها تبقى دمار. السلام بيعرف يوجي ان الوحوش كلها متجهه للمدينه، شكلهم هيسببوا كارثه احنا مش قدها. بيتلموا المقاتلين كلهم وبيعترضوا على كلام المدير، عمال يقول لهم ياخدوا بعضهم واللي يقدروا ياخدوه من المدينه ويهربوا بسرعه ينقذوا نفسهم. ولكن يوجي بيبقى ليه رأي تاني، بيقول لهم انا عندي اقتراح هيحل الموضوع، هينقذ المدينة من الدمار وانا خبرة ما تقلقش. فجأة بيطلع من جسم السلايم عظم التنين عملاق ومن غير سحر ولا شعوذة. الناس كلها بتتفاجئ ازاي. يوجي بيبهرهم اكتر، بيقول لهم انا اقدر انشئ لهب التنين العظيم لمرة واحدة بسبب العظمة دي، وقتها انا هقدر اهزم الوحوش دي كلها وامحيهم من على وش الارض. الكل واقف مصدوم من كلامه، هل يا ترى نصدقه ونعتمد عليه ولا نفكر في حل تاني؟ ولكن يوجي بحضوره القوي نظراته ليهم خلاص كلهم بيعتمدوا عليه وعلى خطته الغريبة العجيبة، وعلى طول بيجري الكل على المدينة. بيبدأوا يوزعوا علاج على المواطنين، بيحاولوا يبعدوهم عن المكان لأن المدينة هتتقلب بعد لحظات لدمار، الدنيا هتولع نار وهيشتد القتال. في نفس الوقت بيتقدم المقاتلين علشان يستعدوا للهجوم، بياخدوا أماكنهم، ويوجي بيبقى لوحده بيقدر يتواصل بتعويذة مع الذئب الأبيض اللي شغال عنده، وده لأن صاحبنا مروض وحوش عظيم. الكل بيجهز في مكانه، حتى السلايم بيديهم أي تعليمات بأنهم يمسكوا الوحوش اللي تظهر قدامهم. بيبدأ يوجي إن هو يعزز جماعته التعويذه بتاعته واللي بسببها بتزيد قوتهم وسرعتهم اضعاف مكانه. بيلاقي نفسهم عمالين يسابقوا الرياح، وفجاه بدون اي مقدمات بتظهر الوحوش الجباره. خلاص وصلوا عند حدود المدينه، بيزحفوا بسرعه مجنونه وهايله ناحيتهم، ولكن هجوم المقاتلين بيقدروا ان هم يوقفوهم للحظات. بس يا جماله ده باين كده الموضوع كبير، الوحوش عددها هايل، كل اللي بيعملوه ده ملوش لازمه. الطرفين بيدخلوا في معركه عنيفه، بيحاولوا المقاتلين ان هم يدافعوا عن المدينه بالاسلحه اللي معاهم، ولكن الوحوش بتبقى اقوى مما تخيلوا، بيقدروا يتصدوا للاسلحه باجسامهم، وللاسف بيقدروا يقربوا اكتر من المقاتلين وبيحاربوهم من مسافه قريبه. في الوقت ده يوجي بيتدخل، بيروح للمكان ده وبيشيل عظمه التنين، ومره واحده بيستخدم كل تعويذه قدامه وبتنتشر في كل مكان. بيفضل مركز علشان يعرف يختار التعويذه الصح اللي تقدر تهاجم الوحوش. بس يوجي بيوقف لما بيسمع صوت درياد اللي بتبقى التابعه بتاعته في الغابه، بتقوله خلي بالك في شخص غريب والظاهر كده هو المسؤول عن تحرير الوحوش دي كلها لانها كانت مختومه في حجر سحري. بيقول لهم ياخدوا بالهم اللي هيلمس الحجر السحري ده مش هيشوف النور تاني. بيقول لهم ان هو هيقدر يحبس الحجر السحري ده علشان يتخلص منه ومحدش يقرب ناحيته. يوجي بيحس بالضغط، بيحاول يلاقي التعويذه الصح من كل اللي قدامه. خلاص الوحوش قربت انها تخش للمدينه وهتنور وتشرف بينا، ولكنه الاول بيقرر يحل مشكله الراجل المشبوه واللي بدا كل حاجه في الغابه. بيستخدم تعويذه بتنقله للمكان اللي فيه الراجل مره واحده، بيخلي السلايم بتاعه يكتفوه وبيوقعوه تحتهم. مش بيكتفي يوجي بكده، بيحلف انه مش هيرحمه، بيبعت واحد من السلايم علشان يحوط الحجر السحري، وقتها يقدر يتخلص من الوحوش تماما. وبيبعت يوجي كمان الذئب، بيطلب منه يروح يساند المقاتلين مع مجموعه السلايم اللي معاه. وفعلا مش بيستنى لحظه، يوجي بينقلهم كلهم للمكان اللي هناك. بيبداوا يدخلوا في قتال ملحمي جبار مع الوحوش، بيهاجموا السلايم بكرات ناريه فتاكه وبتتقطع اجسام الوحوش من الهجمات. مش بيصدق المقاتلين اللي بيحصل، ولكن بيتشجعوا اكتر ان هم يقاتلوا ويستمروا في المعركه. في نفس الوقت يوجي بيبقى في حيره لان الوحوش بتبقى محاصره المدينه، وفجاه بطلنا بيحس بحد بيراقبه، بنت اسمها ليلى، وبيعرف انها معانا. بيقول لها الحقي وروح لمدير النقابه خليه يدخل كل
المقاتلين جوه المدينه ويبعدوا عن الحدود. وفي لحظه المدير بيبقى امر الكل ان هم يدخلوا لان يوجي عنده خطه وهم اكيد هيعتمدوا عليه. كل ده وبطلنا في صراع مع الوقت بين الكل السلام على حدود المدينه. بيبقى مخطط انه يستخدم تعويذه الاخفاء. في نفس الوقت بتقدر درايد النفس حلال مميز تفتح فجوه خفيفه وتستخبى فيها، وده لان هجوم يوجي مش هيرحم حد قدامه. وفي اخر لحظه بتظهر مشكله رهيبه قدام المقاتلين. الوحوش بتتجنن، بتهاجمهم بعنف وبتكسر الاسلحه الضعيفه بتاعتهم، وبسبب كده يوجي ما بيقدرش ينفذ الخطه. بيقرر المقاتلين ان هم يقفوا في وش الوحوش، خلاص هيضحي بنفسهم بسبيل ان هم ينقذوا باقي المدينه. بيروحنا في ايداك يا بلدي. فجاه بتتقطع اللحظه المؤثره، بيظهر الذئب الابيض بسرعه جباره، بيهجم على الوحش وبيغرس انيابه فيه. بيوقعوا بعد ما بيخلص عليه. بسرعه بينتشر الرجاله دول من مكانهم وبينقذهم من موت كان محتوم. يوجي ما بيستناش اللحظه، بيبدا في تنفيذ الهجوم وبحركه خفيفه من ايديه. بيقدر يستخدم التعويذ كلها، بيحوط المدينه بحاجز سحر ضخم عظيم. بعدها بينقل السلام كلهم على حدود المدينه وبينقل تعويذته ليهم. بيستخدم تعويذه نار الفناء هتشيل كل حاجه بره الحاجز، ومره واحده هوبا انفجار نووي عظيم من شدته بيوصل للسماء، بيبيد حرفيا كل حاجه حواليهم. المقاتلين هنا بيتاكدوا ان يوجي مش مجرد مروض وحوش عادي، وانما قوته دي بتخليه في مستوى تاني لوحده. بس للاسف المفاجاه لما بتختفي النار لسه في شويه وحوش عايشه. ايه يا اولاد الهرمه، انتوا مش بتموتوا ولا ايه؟ للاسف خلاص يوجي دلوقتي ما عادش عنده اي طاقه. بيقرر يضغط على نفسه، بيهاجم في نفس الهجوم مره تانية علشان يقضي عليهم. البنت ليلى بتقلق عليه، بتجري ناحيته بتقول له ان كده ممكن تحصل له اضرار كبيره، ولكن يوجي بيعمل كل اللي في راسه. بيستخدم التعويذه مره تانية، والمره دي بينجح ان هو يقضي عليهم تماما. وفي اللحظه دي بيبقى يوجي فقد وعيه، اترمى على الارض من التعب. وبعد المعركه بيصحى يوجي وبيستعيد وعيه تاني. هو انا لسه عايش ازاي ولا ايه ده؟ انا محظوظ فعلا. بيلاقي قدامه ليلى اللي عماله تعتني بيه، بتشكره بتقول ان هو حرفيا انقذهم من موت محتوم. يوجي بينسى كل وجعه لما بيشوف الفرحه في وش المقاتلين. بيحتفلوا بالانتصار العظيم اللي هو انتصروا. ايوه عادي، ده اقل حاجه عند بطلنا. بالليل بيقرر يوجي ان هو ياخد بعضه مع جماعته، بينتقلوا من المدينه على مكان تاني جديد. تاني يوم بتحكي ليلى للمدير على اللي حصل وان يوجي اختفى ملهوش اي اثر. المدير بيفهم رغبه بطلنا وان هو مش عايز الشهره، عاوز بس ينقذ الناس مش اكتر. بيقول له خلاص ما تدوريش عليه تاني، ولكن باله بيبقى مشغول بحاجه تانية، وان هم لقوا شعار على مصباح الراجل المشبوه اللي كان في الغابه وبعدها قتل نفسه. بنعرف ان الشعار ده بيرجع لعصابه معينه. بيقرروا ان هم يحققوا في الموضوع اكتر. نروح بينا ليوجي تاني اللي بيبقى وصل على مدينه جديده اسمها كيليا، وهناك بيبدا رحلته الجديده. بيتمشى في السوق مع جماعته، ولكن الكل بيبقى ملاحظ المنظر الغريب، ازاي الشاب ده بيتمشى مع ذئب ومجموعه كبيره من السلايم. مش كده وبس، بيقول لهم احنا جعانين ومرهقين، لازم تكافئنا يا عم، ده مش اسلوب ابدا، يا ريت تقف كده على جنب تشوف لنا اي حاجه ناكلها تصبرنا. يوجي بيلاقي محل لحوم بيشتري لهم منه كل اللي هم عاوزينه، بيقوموا بالواجب وبيخلصوا على الاكل كله. بعدها يوجي بيروح على نقابه المغامرين في المدينه علشان يسجل اسمه، وقتها هياخد مهمات، ولكنه بيلاحظ ان البنت المسؤوله متردده في تسجيله، وده لان المفروض وظيفته مروض حيوانات مش مقاتل عادي. بيلم نفسه وحاجته علشان يمشي، بيقول لهم انا بقبل بكل حاجه الا العنصريه، دايما شايفين ان مروض الحيوانات شخص ضعيف وبتستهينوا بيه. البنت بيصعب عليها، ولكن في اللحظه الاخيره بتوافق وبتقول له تعالى انت لسه هتمثل يا عم، ولكن بشرط ان انت تنضم لاي فريق وما تبقاش لوحدك. وبتسجل بطلنا في النقابه وبيروح يشوف له مهمه ياخدها. بيوقفوا شاب اسمه رودس وبيساله لو عاوز ينضم لهم في الفريق، وبيتعرف على بنتين زي القمر ليسا وتينا من نفس الفريق برضه. ولكن لما رودس بيعرف ان هو مروض وحوش بيعترض عليه، شايف ان هو هيبقى عبء عليهم، بس هم بيحتاجوه ده لان مهمتهم الجايه استكشافيه، ومهمه زي ديت بيحتاجوا حد بمهارات يوجي في اكتشاف الاعداء. بيصروا ان هو لازم ينضم لهم، وبيقولوا الولا محترم وغلبان ازاي نمشي ونسيبه، ده انا من رايي نسيبك انت وناخده معانا. رودس بيوافق وعلى عينه ان هو مش عايز ياخده اصلا. تينا بتبدا توزع الادوار عليهم وبتعرفهم المهمه بتاعتهم، وبتقول لهم ان المطلوب يحددوا مكان تنين الارض، احنا مش مطلوب مننا نقتله، لا يجوا جنبه ولا هو يجي جنبنا، وده طبعا لصالحنا احنا علشان مش هنقدر عليه. التنين ده بيعيش في غابه بعيده عن المدينه، بيتوجهوا على طول ناحيه الغابه وبيبداوا مهمتهم سوا، بس يوجي طبعا بيبقى سابقهم بخطوه. بيتواصل مع الذئب والسلايم، بيقول لهم راقبوا الدنيا حواليكم كده، بس يا ريت محدش يتهور او حد يعمل حاجه كده وتفضحوني. مش بيكمل الكلمه وبيظهر قدامهم مجموعه وحوش من نوع الذئاب، بيبلغوا يوجي بالوضع. بيروحوا بيقول هو كمان للفريق علشان يوقفوا ويركنوا على جنب. طبعا كلهم مش بيصدقوه، خاصه رودس اللي بيقول لهم ان هو اروح واعرف الحقيقه بنفسي واذا كان في مجموعه ذئاب ولا لا. وفعلا بيروح، وزي ما كان متوقع الوحوش قدامهم، وكمان بيهاجم عليهم واحد من فوق. يوجي بيتصرف على طول وبحركه خفيفه وسريعه بيقدر يوقع واحد منهم بسلاحه البسيط. رودس بيقرر ان هو يهاجم بقى الوحوش بخنجره، بيقدر يجرحهم كلهم وبيوقعهم هو كمان. بيبص على يوجي بيشكره وبيفضل يمدح في مهاراته، بيقول له بس عاش عليك يا ابن اللعيبه، عرفت توقعهم. بيبداوا يكملوا طريقهم تاني لحد لما بيجي الليل. بيخيموا في حته في الغابه، اول لما بيقعدوا بتفضل البنات تساله عن المكان والشخص اللي علمه المهارات الاستكشافيه. يوجي بيتورط ومش بيبقى عاوز يعرفهم سر وقصته. في اللحظه دي بيقوم رودس وبيوزع لهم الادوار علشان يتناوبوا ويقدروا يناموا، واحد يحرس والباقي يناموا
مستريح. وقتها بيسترجع يوجي ذكرياته، بيرجع بالزمن اسبوع. بنعرف ان هو كان بيعيش في عالم واقعي، بيشتغل في شركه هناك، ولكن فجاه بيصحى في مكان تاني وحواليه بيظهر كائن سلايم. بتظهر قدامه شاشه سحريه بتعرفه بالمهارات والقوه اللي عنده، وبيعرف منها ان وظيفته هتبقى مروض للكائنات السحريه. بيقوم وبيروح ورا السلايم لحد لما بيوصل على كوخ بسيط وسط الغابه. بيدخل وبيلاقي كتاب مكتوب فيه مذكره سحريه للتدمير. هنا بتجيله الصدمه الاكبر لما بيبص حواليه، بيلاقي مجموعه كبيره من السلايم بتظهر قدامه. عرضوا عليه شاشات كتيره، بيفهم منهم دلوقتي ان هو خلاص بقى مروض لكل الكائنات ديت واتدبس فيهم. بالمساعده بتاعتهم بيقدر يتعرف على كل التعويذ السحريه الموجوده في الكتاب، وبيتفاجئ لما بيعرف ان هم بيتكلموا ويقدروا يتواصلوا مع بعض من بعيد. فبيقرر ان هو يرافقهم ويبدا رحلته معاهم في العالم ده. وفجاه يوجي بيفوق من ذكرياته، بيسمع صوت السلايم بينبهوه، بيعرفوا بان رودس هرب وبيروح لمكان في الغابه. بيقول يوجي يا جماله دلوقتي انا الحق مين ولا مين؟ وده لان تينا وليسا هم كمان حسوا برودس وهو طالع. بيقرروا يروحوا وراه ويراقبوه. بيستخبوا ولكنه بيحس بيهم، بيجهزوا اسلحتهم علشان يقتلوا رودس الخاين. ولكن السلايم بيتصرفوا وبيشتتوه. ده بفضل يوجي اللي بيستخدم سحر الاختفاء عليهم، بيقدر ان هو يخفيهم. وفي اللحظه المناسبه بيكمل رودس طريقه وبيجري بسرعه في الغابه. بيتخطى كل العقبات اللي قدامه بخفه واحترافيه لحد لما بيوصل على كوخ خشبي وسط الغابه. بيدخل وبيلاقي عجوز كبير وشه ما بيبشرش بالخير. بيقول له انا جاي ومعاه شويه فرايس ضعيفه وجديده، وبيخططوا مع بعض لحادثه موتهم علشان محدش يشك لما يخطفهم. وبيقولوا ان البنتين جم وراه واقفين دلوقتي بره الكوخ مستخبيين. في نفس الوقت يوجي بيبقى خلاص فاهم اللي بيحصل، عرف ان خلاص رودس خاين. بينضم للفرق علشان ياخدهم وبعدها يتاجر فيهم، يقدر يخلص عليهم يبيعهم عبيد لاي حد. ولكن للاسف الموضوع بيكبر لما بتقرر تينا وليسا انهم يرجعوا. لازم يطلبوا المساعده، ويا ريتهم ما قرروا وفضلوا مكانهم. وقتها بيقعوا في الفخ، بيدوسوا عليه وبيقولوا احنا خلاص مش قدامنا غير ان احنا نحارب، احنا لازم ننقذ نفسنا. وفجاه بيقدر السلام ان هو يكون هيئه وحش، بيحاول ان هو يخدع رودس واللي معاه. وبيقرروا على طول ان هم ينسحبوا من الخوف. ولكن يوجي مش بيسكت، بيقرر يدور على تعويذه مناسبه يقدر بقى يندمهم على اللي بيعملوه. وفعلا بيلاقي تعويذه مناسبه. على طول بيوزع السلام حوالين الكوخ وبينقل تعويذته ليهم. وهوبا مره واحده الكوخ كله بيقلب تلج، وده بسبب التعويذه الجليديه اللي استخدمها. قدر ان هو يجمدهم في مكانهم ولكنهم مكعبات تلج. بيطلع العجوز وبيكتشفوا ان هو فعلا كان مطلوب للعداله، وده بسبب اعماله الشنيعه. في نفس الوقت بيبقى البنات مصدومين من اللي حصل، مبهورين من قوه يوجي. بيضحك عليهم بيقول لهم ان ده بسبب سحر السلايم ماليش علاقه بيه. بيصدقوا الغلابه ومش بيعرفوا ان ده سحره الحقيقي وان هو اللي بيستخدمهم وبيقدر يوجههم من بعيد بتعويذه. تاني يوم بيروح يوجي والبنات علشان يستكشفوا المكان ويلاقوا التنين اللي بيدوروا عليه. وفجاه بتهب عليهم رياح قويه. بيقولوا للبنات الرياح ده اكيد من الوادي اللي في الغابه. الاسطوره بتقول ان هناك في اشاعات التنين عايش واخد راحته في المكان، والهوا ده لانه بيتنفس ومتعصب من حاجه. في نفس الوقت في الطريق السلايم بيعرفوا ان احنا ولا شايفين تنين ولا لاقيين اي حاجه، فاطمن وامشي وسيب الباقي علينا. البنات بيعرفوا بكلام السلايم وبيطمنوا، خلاص بقى بيثقوا فيه ثقه عمياء. صاحبنا هو ماشي بيفتكر اول يوم ليه في النقابه لما قرروا يختبروا قوته علشان يسجلوه عندهم. والصدمه اول لما حط ايده على البلوره السحريه اتكسرت لميت حته بسبب قوته الاسطوريه. مش كده وبس، لا هو كمان صدمهم في اختبار التعويذ لما كان لازم يستخدم السحر علشان يصوب على الصخره العملاقه. يوجي بيقول لهم بسيطه، بيستخدم واحده من تعويذ المميزه واللي هي كره النار، ومن غير ولا كلمه بيرمي التعويذه. بسببها بيعمل حفره في الصخره العملاقه. ولكن المشكله لما بيقولوا المدير ان هو ما قالش التعويذه بصوت عالي، وانت لازم تعمل كده علشان تظهر القوه الحقيقيه للتعويذه. وهوبا بيقولها الواد بصوت عالي، يا ريتك ما قلتها، كل حاجه بتتغير، الصخره بتتفتفت لغبار، وبطبيعه الحال الكل بيبلم في وشه واللي هو انت زينا ولا انت احسن مننا. وبيرجع بطلنا تاني للحضره. بيامروا السلايم بتوع ان هم يقضوا على كل الوحوش اللي في طريقهم. بيبدا يمدهم بشويه تعويذات بسيطه، مثلا كرات ناريه، رياح، ميه. صاحبنا المتواضع بالطريقه ديت بيقدر يوقع مجموعه من الوحوش الضعيفه. البنات ماشيه ومتفاجئه، هي الدنيا هاديه كده ليه؟ الطريق امبارح كان مليان وحوش. يوجي بيستسلم خلاص، بيقول لهم هو انا بعت السلايم علشان يتخلصوا من الوحوش اللي في الطريق يعني يا جماعه؟ والبنات دخلوا في حاله صدمه، يعني هي مجرد كائنات بسيطه قدرت تهزم كل الوحوش اللي في الغابه. مش بيلحقوا يكملوا، هوبا بيسمعوا صوت غريب وعالي، الظاهر كده تنين الارض هيظهر خلاص. وفعلا السماء لونها بيتغير، بتبدا العواصف تظهر. بيظهر مع القمر الازرق اللي بيبقى معناه عندهم ان في كارثه هتحصل. حتى السلايم بيبقوا خايفين مرعوبين من اللي بيحصل، حاسين ان في حاجه غلط، واحساسهم بيبقى في محله لان فجاه مره واحده بيحصل انفجار كبير. وهوبا بيظهر تنين ازرق عملاق بيفرد جناحاته الضخمه وبيجهز مخالبه الحاده، وشكله يبدا معركه ملحميه وقويه مع اهل المدينه. ولكن يوجي عامل حسابه، بيقول له ازاي بياخد السلايم كلهم وراح لمكان امن. بيعرف ان ده مش تنين الارض، ده واحد اقوى منه بمراحل. فبيقرر ياخد البنات ويرجعوا لمكان امن هم كمان، لان مش هيشوفوا النور تاني لو فكروا يقربوا منه. لسه بتقرر ان هم يروحوا على وادي الرياح لان ده امن مكان حاليا، وبسبب قوه الرياح محدش بيستخبى هناك. يوجي بيطلب من جماعته يروحوا يطمنوا على المكان لاحسن يكون فيه وحوش ويتدبسوا في قتال تاني. وفجاه بيظهر قدامهم وحوش بسيطه. يوجي بيتصرف، بيستخدم تعويذات هي كمان بسيطه، حاجات على قد رصاصات لهب، ميه، جليد كده يعني على قد الايد زي ما بيقولوا. وبكده بيقدر يوقع المجموعه كلها وهو في مكانه. يا جماعه
ماله. بيوصل للوادي وبيبقى الوحوش في كل حته مرميين. بيقول للبنات اطمنوا جماعه تخلصوا عليهم ما تقلقوش وخدوا راحتكم خالص. البنات بتصدموا بيقولوا الظاهر كده في اسرار كتيره وراك، اصل الموضوع مش طبيعي ان هم يقدروا يوقعوا كل الوحوش ديت. مش بيكملوا الصدمه الاولى وبياخدوا الصدمه الثانيه. بيظهر تنين الارض العملاق ولا كانه صخره حديديه. بنعرف ان هو كان مستخبي تحت الوادي ونايم. البنات بياخدوا بعضهم وبيجروا على اي مكان يسترهم، ولكن الواد يوجي حالف ما يسيبه هيخلص عليه. بيقولوا له انت مجنون ولا ايه؟ انت مش قده، من اول قلم منه هتموت، مش هتستحمل، ده تنين مش وحش عادي. بيقول لهم اعتمدوا عليا، ارجعوا اتفرجوا على العظمه اللي هتحصل. على طول بيستخدم تعويذات ضعيفه علشان يحمي الدنيا. بعدها بيدخل في قتال جبار مع تنين الارض، الظاهر كده هيعدمه من الوجود. بيبدا بتعويذات اللهب ورصاصات الصخور، ولكن ولا بتاثر في التنين، جلده جامد ومتين. فبيقرر يعلي المستوى شويه، بيعلي التعويذه ولكن في نفس الوقت مش عايز البنات يعرفوا قوته، وده لان مركزين معاه زياده عن اللزوم. اللحظه دي بيبدا القتال وبيبقى اكتر حده. التنين بيحدف حجر وصخور على البنات، ولكن يوجي بيلحقهم في اللحظه الاخيره. بيقول لهم ابعدوا عني علشان ما تتاذوش، خلوني اعرف اركز بقى والا هنموت كلنا. بيبص قدامه بيلاقي التنين ابن الهرمه عامل نفسه كره وبدا يتدحرج علشان يدوس عليه، ولكن بطنه بيبقى عامل حسابه. بيدي امر للسلايم ان هم يتوزعوا ويطلقوا تعويذ الصخور لانها الوحيده اللي ممكن تاثر فيه. اتفرج معاه على الدنيا عماله تمطر صخور وحجاره حواليه. القتال بيشتد والدنيا بتولع. التنين بيتصرف هو كمان وبسرعه بيخلص نفسه. بيروح اتجاه يوجي الغلبان علشان يقتله، ولكن لحسن الحظ بتظهر عاصفه وهو شديد، وبسبب كده يوجي مش بيقدر يشوف التنين. وبمساعده واحد من السلايم بيعرف مكانه بيبدا يحرك ايده، بيستخدم تعويذه ناريه قويه على التنين لدرجه ان الغبار بيختفي. بيظهر المنظر قدامه، هيكل عظم للتنين الارض. يا قوتك يا يوجي، ده اللي الكل كان خايف منه. حضرتك عملت منه بطاطس محمره. البنات مش مستوعبه اللي بيحصل، يعني ايه وازاي وامتى عرفت تعمل كل ده؟ بيعرفهم من الوادي في نسبه معادن عاليه، فاستخدم سحر والنار علشان يقدر يخلي التعويذه اقوى وتقتل التنين. بتخلص المعركه بفوز قوي وساحق ليوجي، اللي بيرجع بعدها مع البنات للنقابه علشان يحكوا المعجزه اللي حصلت. بيدخلوا للنقابه وبتخش تينا تقول للمسؤوله كده بما ان احنا اخدنا مهمه استكشاف التنين قابلنا يعني بالصدفه فخلصنا عليه وجبنا لكم اثبات الجمجمه الكبيره. بص كده حاجه من الاخر يعني، وكمان جبنا لكم هديه معانا. روديس الخاين اللي كان عايز يبيعنا ويقتلنا في الغابه. البنت بتجيلها صدمه ثلاثيه الابعاد، بتقول يعني ايه قدرتوا تهزموا تنين الارض العملاق؟ البنات بيقولوا ان يوجي هو المعجزه اللي حصلت خلصت كل حاجه. بيلف يوجي كده وراه بيلاقي اللورد بيقول له تعالى معايا عايزك في كلمتين. بياخدوا بيروحوا غرفه سريه. اللورد بيقول له انا هنا جمعت كل الناس المهمه والمهتمه بموضوع التنين العملاق اللي ظهر، وجبت لكم كمان واحد عاش التجربه من قريب قدر يشوفه في ارض الواقع. بص لو تقدر ان انت تساعدنا وترسم لنا شويه من ملامحه علشان نتاكد ان انت شفته يبقى انت عملت الواجب وزياده. يوجي بيقول له من عيني. بيقرر يستخدم تعويذه من اللي شايلهم، وفي لحظه واحده تحسوا طبع التنين. بيظهر الكاهن ستايل بيحكي لهم قصه التنين الازرق ده بالتفصيل، وده لانها مكتوبه قدامه في كتاب الاساطير. بصوا هنا عايزكم تمسكوا اعصابكم من اللي هتسمعوه. التنين ده بيظهر تحت سما ضلمه، ظروف جويه صعبه، ده غير ان هو يقدر يبيد قاره كامله. يعني احنا مش هناخد في ايده لحظه. كل اللي موجودين بيتفاجئوا من الكلام. بيقولوا له كملوا لنا طريقه ازاي نهزمه. بيقولوا اول حاجه تعمل اللايك لعمك جوجيتو، تاني حاجه تشترك في القناه لانك لسه جديد. بيقولوا له عملنا اللايك واشتركنا، ها كمل علشان الوقت بيضيع مننا. بيقولوا مش الشخص اللي قدر يهزم التنين ده قبل كده واحد بمهارات وسحر سماوي، يعني واحد ما فيش منه اتنين. بيقولوا له ده هنلاقيه فين؟ احنا بنقول خلاص نموت ونودع الدنيا. بيحكي اللورد قصته وبيقول لهم ان هو في واحد تم استدعائه بطقوس مميزه. الكلام ده حصل من اسبوع وشكله هو ده اللي هيكون المنقذ الوحيد لينا. يوجي هنا بيحس ان هو المقصود بالكلام، ولكن بيتردد ان هو يتكلم. في نفس اللحظه بيتغير لون السماء وبيتغير الدنيا من حواليهم. يا حلاوه احنا لحقنا نجيب في سيره التنين وهو اللي ظهر ولا ايه؟ ولكن يوجي بيعرف من السلايم ان التنين بدا يكبر، والظاهر كده ان هو بيكبر مع كل تغير لون السماء. الموجودين بيتجننوا مش مصدقين الكلام. اللورد بيقول لهم خلاص انا هعلن حاله الطوارئ، الكل يطلع بكره علشان نحارب، لازم نخلص عليه قبل ما يخلص علينا. مش عارفين لو سيبناه كمان يومين ايه اللي هيحصل. بيخلصوا الاجتماع وبيروح يوجي للنقابه. هناك بيبقى الكل بيتجهز للمعركه الحاسمه. الكاهن ستايل بيروح ليوجي بيعرف ان هو عاوزه في موضوع مهم، بياخده للكنيسه. بيعرفه بنفسه وبيحط قدامه صندوق في خنجر. بيقول ليوجي ايه اللي بيحصل؟ انت مديني الخنجر ده ليه؟ الكاهن بيعرفه ان دي رساله وصلت له بانه يسلم الخنجر ده ليه وياخده لانه هينفعه بعدين. وانا صحيح يا ابني ما اعرفكش ولكن لازم اطيع الاوامر. من السلايم بيعرفوا ان الدنيا اتقلبت تاني خالص والتنين بدا يكبر. يوجي بيقول خلاص ما قداميش غير ان انا احارب، ولكن هبقى لوحدي علشان انقذ المدينه والناس الغلابه اللي هيموتوا بكره. بيقوم على طول وبيقول ازاي بيجري بينا، خلينا نوصل ونكسر عظم وش التنين. بيوصل يوجي بيدي امر لكل السلايم ان هم يتراجعوا الا واحد بس هيساعده.
بيطلع كل التعويذات قدامه، بيقول يا ترى استخدم ايه المره دي ضد التنين الهمجي ده، هي غلطه وهتشوف بسبب هجومه، فالاحسن ان انا افكر كويس. وفعلا بيختار تعويذه لهب التنين اللي استخدمها قبل كده وهزم وحوش الغابه كلهم، ولكن الصدمه لما بيستخدم يوجي التعويذه وبيهجم عليه مش بتاثر فيه ولا بخدش صغير. بيقول شكل اتدبست في القتال مش هطلع منه بالساهل، اما نشوف هعمل ايه. بيبدا يخطط لهجومه الاولاني ولكن التنين بيبقى حالف يرد له الضربه، بيطلع ليزر ازرق من جسمه بيهجم على يوجي وبيدمر كل حاجه حواليه. يوجي خلاص بيعرف ان دي شكلها النهايه، مش هيطلع من القتال ده سليم. بس بيقول بما انها خربانه كده كده يبقى هتجنن، الدنيا والعه يا معلم. على طول بيحمي نفسه من هجوم التنين وبيصنع حاجز دفاعي. الدنيا من حواليه اتدمرت. في اللحظه دي بيلاحظ يوجي ان حجم التنين بيكبر اكتر واكتر، ده غير التغيرات الرهيبه في شكله. بواحده من انيابه ممكن يقدر يخلص على 10 قدامه، وهوبا مره واحده بيفتكر الخنجر اللي خده من الكاهن، بيطلعه بيقرر يهاجم التنين بنفسه. وقتها يعزز هجومه بتعويذه نار قويه علشان تاثر على جسمه وتخترقه. السلام بيقول له ما بلاش انت في القتال القريب، انت بتاع تعويذات وممكن تروح فيها، من غيرك احنا مش هنقدر نعمل حاجه. وطبعا مفكر ان هو هيسكت، لا بيكمل وبينط وبيروح ناحيه التنين. قرر خده انه يخلص عليه بايديه، ولكن التنين مش بيسيب له فرصه، بيقرب منه وبيهجم عليه بالليزر مره تانية. صاحبنا بيستخدم دماغه، بيرمي واحده من السلايم عليه، بيستخدم تعويذه الدفاع وبينجح في تشتيته ابن اللعيبه. بسبب كده بيقدر يقرب اكتر من التنين الضخم اللي بيبقى ملاحظ اقتراب يوجي منه، ولكن خلاص بعد ايه بيبقى وصل لعنده. نطه واحده منه بيوصل لوش التنين، بيجهز ايده بالحنجر بكل قوته بيغرزه في عينه، وفي لحظتها بيستخدم تعويذه نار الهلاك اللي بتقضي على كل حاجه. بيحصل انفجار رهيب، ولكن كل ده يهون لو ده هيقتل التنين، وفرحته للاسف ما تمتش. بيرمي التنين بديله الحديدي، بيقدر يخبطه في الحجر ويرميه، وبعد ده كله يا عيني ما قدرش يأذي غير عينيه. الولد اتجنن، المفروض يكون خلاص قتله من الهجوم اللي فات. انا بالنسبه لي نقط حياته وقوته قربوا ينتهوا، بكده التنين مش هيكتفي بيا، لا وكمان هيدمر المدينه باللي فيها. لازم اتصرف وافكر في خطه تانية. بيعرض كل التعويذات قدامه، اي حاجه ممكن تساعد في الوضع ده يا جدعان. مره واحده بتظهر قدامه تعويذه غريبه اسمها الهجمه الالهيه، بيقرر يستخدمها لان مش قدامه غير. مره واحده بينزل نور شديد من السماء بيهجم على التنين وبيكهربه وبيشوي حرفيا. يوجي بيستغل الوضع وبيتكلم الذئب علشان يلحقه، وفعلا بيروح وبياخده، بيجري باقصى سرعه علشان يوصلوا للتنين. هناك يوجي بيستخدم القفزه بتاعته تاني، بيقرر يستخدم الخنجر للمره الاخيره، ولكن المره دي هتبقى في رقبته. ما هو يانا انت يا ابن المره دي. بيمشي يوجي بالخنجر على رقبه التنين كلها لحد لما بيقدر بهجمته القويه الرهيبه انه يفصل راسه عن جسمه. بيختفي التنين زي الغبار ومش بيبقى ليه اي اثر يذكر. الكل بيفرح لبطلنا على الانتصار الساحق اللي حققه. بيرجعوا تاني للمدينه، بيروح علشان ينام ويستريح. تاني يوم بيصحى على صوت الباب بيخبط، بيفتح بيلاقي قدام اللورد اللي بيقول له انا يا ابني مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته. على العموم انا عارف ان انت اللي هزمت التنين لوحدك، انقذت المدينه واهلها، كنت حاسس ان انت البطل المختار، تعليم عمك جوجيتو الجبار. كل اللي هقدر عليه اقول لك شكرا، ولو احتجت اي حاجه بابنا مفتوح دايما للابطال. يوجي بيسيبه بيروح على النقابه علشان يودع تينا وليسا، ولكنهم بيقولوا له احنا خلاص في امان يا ابني. انا ما اعرفش مهمه قتل التنين اتلغت في اللحظه الاخيره، محدش يعرف السبب لسه. بيقول لهم يا الصراحه الموضوع غريب برضه. بيعرفوا ان هو خلاص هيسيب المدينه وهروح لمدينه تانية اكمل رحلتي لان مغامر. وبيسالهم لو حد فيهم يعرف مدينه مسالمه اقدر اقعد فيها شويتين يعني من غير ولا تنانين ولا وحوش. بيقترحوا عليه مدينه اسمها ريكار وبيقولوا له هناك امان، ما تقلقش وروح وانت مرتاح. وفعلا بيطلعوا على طول، بيودعهم ولكنه بيخلي حواليه سلايم متخفيين علشان يحموهم. برضه لسه قلقان عليهم. مش بيكمل الولد في طريقه، بتوصل له رساله عاجله من تابعته دريارد بتقول له سيب كل اللي في ايديك، تعالى في حاله طارئه وخطيره. يوجي بيروح جري، ولما بيوصل بيلاقي قاعده بتقول له مكان التنين بقى فطر علاجي، انت متخيل اللي بيحصل؟ بيقول لها والله مش فاهم. بتقول له من الاخر دلوقتي معانا علاج يقدر يشفي اي حاجه، يا ريت تساعدني ان انا الم الفطر ده لانه بيه اقدر اصنع علاج، وفي نفس الوقت ده العلاج ده اللي يقدر يرجع لك طاقتك في المعارك. يوجي بيتحمس ومش بيصدق الكلام، على طول بيلمهم كلهم. بيلاقوا بقى تنسي نصيبي ها، بتقول له من عيوني. بتبدا تصنع حاجز حواليهم علشان تركز في عمليه صنع العلاج، ولكن لما بتخلص بتحس ان في حاجه غلط، وده لان الالوان الناتجه من الدواء المفروض يكون ازرق. بتعرف ان المشكله في الميه اللي بتستخدمها، لازم تبقى ميه نقيه. وقتها يوجي بيفتكر حل واللي هو تقطير المياه. بيستخدم سحره ومش بيتردد للحظه، بيخلص الخطه وبينجحوا في تنقيه الميه. في نفس الوقت بتفتكر دريارد اول لقاء ليها مع يوجي لما كانت مرميه في الغابه، لا فقد الوعي وبدا يساعدها، بينقل جزء من طاقته ليها علشان تقدر تعيش وتقوم. وفعلا بتقدر دريارد انها تستعيد وعيها تاني. بتشكره على مساعدته، بتقول له الصراحه مش عارفه اعبر لك على امتناني ليك. بتحكي له قصتها وان في لحظه هجم عليها وحش وامتص طاقتها، علشان كده اترمت مكانها ومحدش قدر ينقذها. يوجي بيلاحظ حجر سحري مرمي على الارض، وبيعرف ان هو جواه وحوش همجيه معروف عنها انها متعطشه للدماء. بيقضي على الحجر باستخدام تعويذه الفناء. احنا مش ناقصين حرب تانية، عايزين نستريح شويه. بنرجع للحاضر تاني بعد ما قدرت البنت انها تصنع الترياق خلاص علشان يستعيد طاقته. بتدي جرعات منه ليوجي، بتودعه بترجع على الغابه. بيكمل بطلنا في طريقه تاني، لكن بيلاحظ حاجه
حاجه غريبه، ضباب كثيف في كل مكان حواليهم. بيقولوا الموضوع كده شكله مش مطمن، وفجاه بيظهر قدامه مجموعه اشخاص شكلهم غلبانين واهل مدينه مسالمين، بس الغريب ان هم بيضحكوا مبلمين. انا مش عارف ايه اللي جابني في مسلسل فروم. يوجي بيقلق اكتر خاصه لما بيلاقي واحد منهم وبياخده للبيت بتاعه بيعزمه على الاكل. الولد بيحس بالخوف ده الصراحه، كرم ضيافه بس حاسس نفسي في فيلم رعب. شكرا يا جماعه انا شبعان ومستعجل، فاخد بعضي واروح بهدوء. وهنا بيتاكد ان في حاجه غريبه، بيلاقي نظره السكان ليه ما اتغيرتش وكأن في حاجه مخبيينها. وقبل ما يمشي بيسال الراجل على اسم القريه، بيبتسم ابتسامه وبيقول له اسمها قريه المسيح. يوجي بيخلص كلامه وبياخد بعضه هو وجماعته بيكملوا في طريقهم، ولكن في كل خطوه بيحس ان في حاجه مش طبيعيه، وده اللي كنا خايفين منه. بيوصل على المدينه بتاعت ريكار المسالمه، لكن خلاص ما عادتش موجوده، عباره عن كوم التلج. بيقف قدامها مصدوم مش عارف يقول حاجه، ولكن بالرغم من ده بيكمل في طريقه. بيقول احنا بالحال ده والبروده هنموت متجمدين. بيفتح التعويذ وبيلاقي واحده مناسبه، تعويذ التدفئه، على طول بيستخدمها وبتدفيهم. بيقدر يكمل في طريقه للمدينه. بيوصل لبوابه المدينه وبيقابل الحراس، بيبقوا مستغربين هو ايه الولد الغريب ده، انت يا ابني مش حاسس ان في حاجه غلط؟ مش بالبرد مثلا؟ بيقول الصراحه انا كنت جاي المدينه على اساس انها امان ومدينه السلام، ايه بقى اللي بيحصل هنا يا جدعان؟ بيقولوا له على حاجه، الموضوع بدا من 10 ايام، المدينه فجاه دخلت في بيات شتوي، عاصفه الجاز زي ما انت شايف يا ابني، ومفيش حاجه في ايدينا نقدر نعملها. بيسيبهم وبيدخل المدينه. هناك بيدور على المطعم المشهور اللي سمع عنه، كان نفسه وحلم ليه ان هو ياكل فيه، ولما بيلاقيه عينيه بتلمع من الفرحه. بيقول احنا خلاص الدنيا بتكافئنا على كل انجازاتي. بيدخل على طول وبيقول لهم حطوا لي كل حاجه عندكم لان خلاص جبت اخري من السفر. البنت بتصدمه، بتقول له المطعم اتقفل خلاص. بيقول لها ما تهزريش، ده انا جاي على جوع وما اعرفش غيركم، قررتوا تقفلوه ليه؟ بتعرفوا السبب؟ بتقول احنا الدنيا زي ما انت شايف تلج في تلج، واحنا معتمدين على الحطب في الطبخ، والحطب خلاص خلص من عندنا، ده غير ان حتى لو عرفنا نجيبه هيبقى راتب بسبب الجو، وبكده مش هنقدر نطبخ ولا نفتح المطعم. الواد بيحس بفقدان الامل والضياع خلاص، يعني هفضل جعان ولا ايه؟ صدم نفسي صدمه الشخص اللي اتجوز وفاكر ان مراته كل يوم هتعمل له اكل، وطلعت معيشاه على الاندومي. يا عيني عليك يا ابني. ولكن بيقرر مش هيستسلم وهيلاقي حل للمشكله ديت، وفعلا بياخد بعضه وبيروح مع جماعته على الغابه. هي كده كده خربانه، انا مش هستنى لحظه. بيستخدم تعويذته وبيستدعي فأس. قرر يقطع كل الاشجار اللي في الغابه علشان يقدر يوفر الحطب. بتعويذه منه مش بتكمل في ايديه ثواني، كل الشجر بيبقى واقع على الارض. بيجهز الحطب ولكن المشكله لسه موجوده، هي الرطوبه اللي في الخشب. بيدور على حل في كتاب التعويذ، بيكتشف ان السلام بيقدر يمتص الرطوبه منه، وعلى طول مش بيستنى، بيطلب منهم يساعدوه في المهمه. بيخلصوا وبيمتص كل الرطوبه. بينقلوا الحطب تاني للمطعم. اول لما بيوصل البت بتتصدم، ايه ده؟ اكيد هنعيش تاني وهنفتح المطعم وناكل ونمليها؟ نادى على الشيف علشان يتاكد، وفعلا بيمسك قطعه الحطب. بيسكت حبتين وبيقول انت فاكرني اهبل يا ابني؟ الحطبه دي مش هتنفع لان مستوى الرطوبه فيها مش مظبوط. ولكن مش بيستسلم ولا بيفقد الامل، بطنه خلاص على المحك، هيموت وياكل الصدر والورك. بيقدر يعدل رطوبتها من جديد وبيديلها للشيف. وهنا بيجيله صدمه، بيقول ده حلم ولا علم؟ انت عملتها ازاي يا ابني؟ ده مظبوطه بالملي. يوجي مش بيسكت على كده، بيقول لهم لسه المفاجاه. بيقرر يظهر باقي الحطب اللي كان مقطعه. الصدمه على وش الشيف بتبقى واضحه ومنوره. بيقول له يا ابني انا بالحطب ده هعملك احلى اكل ممكن تدوق في حياتك. بيعرفوا ان ده اللي مطلوب اثباته. ظبطني علشان اقدر اروح اجيب لك حطب تاني. وبعدها بدقايق بيجهزوا وجبه محترمه ولذيذه. الولد بيبقى خلاص هيبكي من الفرحه والانبهار. من اول قطمه بيحس ان هو في عالم تاني وطاير من الحلاوه. يا جماله، لو اعرف ان ده طعمه كنت جيت من زمان. بيخلص الاكل وبيقوم على طول علشان يروح يجيب حطب تاني وياكل بكره. الشيف بيقول ان عندهم نقص حطب في المدينه، فالاحسن يروح ويشوف لو حد محتاج. فعلا بيطلع من هنا وبيروح على النقابه. بيلاقي كميه مهمات كبيره كلهم محتاجين حد يوفر لهم حطب. يوجي بيستغل الفرصه، بياخد مهمات البحث عن الحطب كلها. البنت المسؤوله بتقول يروح عند البوابه، هناك هيلاقي مدرب اسمه وودكا، وهو بس اللي يقدر يقولك مواصفات الحطب تكون ازاي. ايوه ما هو مش بالسهل يعني تقطع وخلاص، لازم بالسنتي والملي. فعلا يوجي بيروح وبيقول للمدرب قول لي كل حاجه وعلمني ازاي الشباب اللي معاك، اوعدك هبهرك بمهاراتي. بيقول للمدرب ان الموضوع محتاج دقه، مش اي حد يقطع حطب. ده غير ان هو حاليا بيدرب مجموعه علشان عندهم نقص كبير بسبب الجو، لدرجه ان القرى القريبه صعبنا عليهم وجابوا لنا شويه حطب من عندهم، ولسه الدنيا مقلوبه معاهم. بيقولوا بمناسبه القرى القريبه، انت تعرف قريه اسمها قريه المسيح اتبرأت ليكم هي كمان ولا لا؟ المدرب بيقول له انت بتقول يا ابني القريه دي مهجوره من زمان ومحدش بيسكن فيها. المهم ان انا مش هخليك تتعب في اول يوم ليك، وهعلمك كل حاجه من مسكه الفاس لتقطيع، ما تقلقش. ولكن بطلنا بيبقى واخد بعضه واستدعى الفاس بتاعته وهوبا بيقطع الشجره اللي قدامه كلها. الشباب بتجيلهم صدمه، بيفضلوا مبلمين اللي هو ده ازاي، ده منين وعلى فين ايه؟ بيقولوا له عرفنا طيب عملتها ازاي؟ مش كده وبس، بيروح يوجي للمدرب بيقول له بص ايه رايك في حته الخشب 40 في 20 مظبوطه بالسنت والملي، اما بالنسبه للرطوبه في السلايم بتاعي بيهتموا بالموضوع. وبيروح للنقابه ومعاه كميه الخشب الرهيبه. البنت مصدومه، بتقول له منين يا ابني؟ بتتصدم اكتر لما بتعرف ان السلايم محتفظين بباقي الحطب جوه اجسامهم وكانهم مخازن. لما بيسالوه عن الكميه بيعرفوا انها قطع كميه تكفيهم 3
ايام اقصد تكفي المدينه كلها يعني، مش انتوا. البنت مش مصدقه حتى المدرب. تاني يوم بقى بيروح للمطعم علشان يجهز نفسه للوجبه المنتظره. اول لما بيظهر الطبق قدامه وبياكل منه الولد خلاص بيبقى منهار، مش قادر يقاوم ويسيب الطبق. ولما بيخلص الشيف بيعرف ان ده برده مش احسن طبق عندهم وان هو في الاحسن منه، علشان نعمله كنا محتاجين عشبه ناقصه عندنا. بس للاسف الوحوش دايما بتهاجم الحقول وبكده بتضرر العشبه، مش بيقدروا ان هم يستخدموها. يوجي بيسمع القصه ومش بيستنى لحظه، بيقول سلام وانا هطلع عين الوحوش. ولما بيروح على الحقل بيأكد على جزء من السلايم ان هم هيشتغلوا حراس هنا، الجزء التاني منهم يدوروا ويخلصوا على الوحوش ديت. بتبدا المهمه. يوجي بيتحمس لما بيعرف ان هم لقوا الوحوش المسؤوله عن اللي بيحصل. بيقول لهم امسكوا في الوحش ده ما تسيبوهوش. بيتواصل معاهم بيستخدموا تعويذته المعروفه وبيضرب الوحش بكرات ناريه. بيفضل يساعد السلايم لحد لما بيخلصوا على 50 وحش، مش بيرحموا اي حد في طريقهم. كل ده على امل يحموا العشبه وياكلوا الطبق الافضل في المطعم. ولكن فجاه بيتواصل معاه بيقولوا له ان في كره غريبه ظهرت فجاه. بيروح بنفسه يشوف ايه وبيستدعي التابعه عليه ديرارد. بيقول لها تعرفي حاجه عن الكره ديت؟ بتقول الصراحه مش قادره احدد، بس اللي اعرفه انها بتطلع طاقه سحريه غريبه واقدر احس بيها. اول لما يجي بيحط ايده على الكره بيتصدم ان طاقته بيتم امتصاصها. بيكتشف على طول ان الكره هي نفس الحجر السحري اللي امتص طاقه ديرارد في الغابه وسابوها مرميه ومغمى عليها. ويفهم ان الكره السحريه ديت هي السبب في اللي حصل للمدينه، امتصت كل الطاقه علشان كده الجو بقى زي ما انت شايف غير صالح للحياه. ديرارد بتقوله ان انا مش مطمنه لان الحجر ده مش طبيعي. بلا طبيعي مش طبيعي، انا هتخلص من اللعنه، ابعدي بس انت شويه. وفعلا بيطهر الكره من السحر اللي فيها وبيتواصل مع السلايم وبيقول لهم يبلغوا لو لقوا اي حجر او كره شبه اللي معاه. بس بتصدم لما بيقولوا له لقينا اكتر من 100 كوره كلهم متوزعين حوالين الغابه بطريقه غريبه. يوجي بيحس ان في حاجه غلط بالتحديد في نص الغابه. بيقرر يعمل خطه ذكيه. بيقول لديرارد ان هو يدمر الغابه كلها وده علشان يقضي على السحر الملعون. بتقول له خد راحتك، انا متفهمه ان ده علشان المدينه وتنقذ الناس. وفعلا على طول بيستخدم تعويذته القويه والمدمره نار الفناء. بيرميها على الغابه باكملها واللي بتتحرق كلها بتتحول لحفره فاضيه. بيظهر هنا مدخل تحت الارض وسط المكان. بيبقى متحمس جدا ان هو يستكشفه. فبيسالوه السلايم عن سبب فرحته وحماسه. بيقول لهم هو مش واضح ولا ايه؟ اكيد علشان الاكل ده، انا لسه فاكر المطعم ومش قادر انساه، مستعد اعمل اي حاجه علشان ادوقه مره تانية. صاحبنا مش بيستنى، بينزل تحت الارض علشان يستكشف المكان. اول لما بينزل بيقول لديرارد ترجع وتستخبى في الغابه لحد لما يطلع. بيكمل طريقه ولكن الصدمه، بيشوف الالات الغريبه لتخزين الطاقه. بيحس ان الموضوع ورا حاجه غريبه. بيتاكد اكتر لما بيشوف الات تانية والظاهر كده انها المسؤوله عن تصنيع الحجر السحري اللي بيمتص الطاقه. في نفس الوقت بيظهر اتنين شكلهم مشبوه فيهم، بيبقوا مستعجلين بيجروا على مكان معين. بيقولوا ان هم لازم يروحوا الخفيره علشان يبلغوا باللي بيحصل للغابه. يوجي مش فاهم حاجه من خفير وايه اللي بيحصل. بيجري وراهم بسريه مع السلايم، ولما بيشوف السلايم متحمسين بيسيبهم يكملوا مهمه الاستكشاف. بيستخدم تعويذه الاخفاء علشان محدش يحس بيهم. خدوا بالكم وبلغوني باللي بيحصل. وفعلا بيطلع هو على الغابه مع الذئب ومش بيكمل طريقه. بيلاقي السلايم بيقول له احنا خلاص لقينا المشبوهين، دخلوا الغرفه غريبه وقفلوا الباب، بس احنا اتصرفنا ودخلنا وراهم. بيفضلوا يمشوا لحد لما بيوصلوا لنهايه مسدوده لازم يطلعوا على السلالم. وهنا الصدمه عزيزي المشاهد، يا ترى لكل الطرق بتوصل لنفس المكان. اتقابلوا هنا تاني وفي واحد من البيوت بيبقوا مشبوهين بيتكلموا مع واحد اسمه خفير. بيقولوا احنا جايين نبلغك باللي حصل وان الالات اتعطلت، ما عادتش خلاص بتصنع الاحجار السحريه، احنا كده في ورطه كبيره. خفير بيتعصب بيقول لهم اجمعوا بسرعه افراد العصابه، خلينا نشوف هنعمل ايه في الكارثه. كلهم بيتجمعوا وبيقرروا ان هم يدوروا على الخامات اللي تقدر انها تخلي الالات ترجع تشتغل. متاكدين ان الاحجار اللي في الغابه اختفت بسبب فعل غير بشري، ولكنهم مش بيبقوا عارفين ان هو يوجي. ايوه اللهو الخفي اللي قدر يدمرهم كلهم بقدراته السحريه من غير ما حد يحس بيه ولا يعرف قوته الحقيقيه. ده غير ان هو بيبقى مراقب خطتهم اللي بيجهزوها لها. فبيقرر ان هو يسبقهم بخطته. بيطلب من كل السلايم ان هم يحاوطوا جزء الغابه اللي عند العصابه. هيستعد في استخدام تعويذته المدمره، عايز ينسفهم عن بكره ابيهم. فعلا بيتصرفوا السلايم بخفه وبسرعه. بتوزعوا جزء منهم والجزء الثاني بيروح ورا المجموعه، والجزء الثالث بيلموا الكتب والاوراق المهمه في المكتبه. في الغابه بقى السلايم لاحظوا ان في اتنين بيحاولوا يهربوا. يوجي بيستخدم تعويذه الشبكه، بيقدر ان هو يكتفهم وبيوقعهم، ولكنهم بيتصرفوا بطريقه غريبه. هنا هوبا مره واحده سنتلوبا دروبا بيطيروا فيها. في نفس الوقت بيبقى السلايم قدروا ان هم يوصلوا للاوضه السريه خالص موجوده تحت في القابو. بيدخلوا بيلاقوا جبال من الكنوز والذهب. بيطلب منهم يجوا ان هم يخفوا الكنز ويخفي نفسهم لان العصابه بتجري وراهم. بسرعه الجماعه بيروحوا بيبلغوا الزعيم بان الكنز اللي كانوا طول عمرهم بيجمعوه اختفى. هنا بيدخل الزعيم في حاله صدمه، خاصه ان هو مش قادر يتواصل مع الافراد اللي راحوا يستكشفوا الغابه. بيتاكد ان الموضوع مش سهل، اللي دمر الاحجار هو اللي خفى الكنز. بيتجنن الزعيم وبيفضل يتكلم نفسه، بيفكر في حل وبيقول المصيبه هتكون لو الشخص ده عرف عن جهاز لهب التطهير. الجهاز ده بيقدر يدمر ويخلي كل المدينه عباره عن غبار. كل ده بيحصل ويوجي شايف وسامع كل حاجه، وبيعرف ان الجهاز ده زي تعويذه نار الهلاك، نفس التعويذه اللي عنده بتقدر تحرق كل حاجه. وفجاه العصابه بتتجمع، بيقرروا يستخدموا اخر حل عندهم. بيطلعوا سيوفهم ومره واحده يقتلوا نفسهم. اوه يا ولاد الهرمه بتعملوا ايه؟ وده طلع الشرط علشان يشتغل الجهاز. يا ريت
ريته ما اشتغل. يوجي بيتفاجئ من اللي حصل، مش بيستوعبوا الموقف، ولكن يوجي بيتصرف بسرعه، بيقول لهم مفيش وقت للصدمه دلوقتي، بسرعه اتجمعوا تاني، خدوا وضع الطوارئ علشان نلحق نتصرف. بيحطهم جوه في حاجز وبيستخدم تعويذه تنقلهم لمكان امن، المكان اللي هم فيه، والمدينه كلها هتختفي بعد لحظات بسبب الجهاز. يوجي حس بالتوتر، بيفكر بسرعه وبيطلع كل التعويذ الدفاعيه والحاجز اللي عنده، بيحوط القريه على قد ما يقدر علشان الانفجار ما ياثرش على حد. وفجاه بيبدا الانفجار، الارض بتتشقق، بيطلع منها لهب اخضر جبار بيحرق كل حاجه، بيوت وغابات، وبيحولها لغبار. حتى الحواجز اللي صنعها يوجي مش بتستحمل كتير وبتنهار، مش بيكمل وما بيبقاش قدامه غير حل واحد، وان هو يصنع حاجز قوي بنفسه بيبقى اقوى من كل اللي فاتوا. بسرعه بيعرض كل التعويذ قدامه، بيربطهم ببعض، وبيقرر يستخدم لهب اسود قوي في التعويذه على امل يعمل حاجز قوي ومتين. وعلى طول مش بيستنى وبيستخدم الحاجز، وبيلاقي التعويذه اللي صنعها بتظهر باسم مصفوفه العزل. الدنيا بتتقلب بسببها وبسبب الطاقه المنبعثه من التعويذه، بس يوجي بيبقى في خطر لان الحاجز ده بيسحب من طاقته اللي بتفضل تنقص تدريجيا، بتقل كمان بالسالب. جسمه مش بيستحمل اللي بيحصل، ولكن بيبقى محظوظ وبينجو باعجوبه. بيقدر يوجي بقوته المبهره ان هو يوقف اللهب الاخضر وبيمحيه جوه الحاجز. بكده منع الكارثه من انها تحصل وتدمر مدينه كامله، تمحيها من على الوجود. بالليل بيرجع يوجي للمدينه، وهناك بيلاقي الناس كلها متجمعين، بيقولوا له ما شفتش اللي حصل؟ لان يازك من شويه ضربت الغابه، والحسن الحظ ما جاتش علينا، علشان تعرف بس ان احنا ناس محترمه. اهم حاجه ان بسبب ان يازك الجليد بدا يذوب والمدينه ترجع لطبيعتها تاني. يوجي بيتصدم، وده لانه الكل فكر قوته وتعويذته السحريه نيزك مدمر، لكن بيمشي عادي علشان محدش يشك فيه. تاني يوم بيصحى يوجي وبيبقى سعيد لان القريه رجعت لطبيعتها تاني. بيروح للنقابه، وهناك بيبقى عاملين احتفال رجوع الطقس لمدينتهم، بيقرروا يكافئوا يوجي لانه ساعدهم، بيقدموا له الطبق الافضل عندهم اللي كان بيحلم ياكله. مش بيصدق عينيه، بيروح على طول وبيخلصه، وكالعاده ولكنه بطل عظيم بيمثل ان شاب ضعيف بيترمى على الارض وبيبكي من الفرحه من حلاوه الاكل. بالليل يوجي بيبقى في اوضته، بيقرر يقرا الوثائق اللي خدها من الناس المشبوهين. اول لما بيفتحها بيلاقي الكلام بيختفي من على الورق. هو ده سحر ولا ايه؟ الكلام بيختفي ليه؟ ولكن بيلاقي وثيقه مكتوب فيها شويه كلام. اول لما بيبدا يقرا بيتصدم انها عصابه اسمها القمر الازرق. في القايمه دي مكتوب فيها اسامي الاشخاص اللي عايزين يقتلوه، ومن ضمنهم بيبقى اسمه يوجي منور في اخر الصفحه. هم وصلوا لي ولاد الهرمه دول منين؟ تاني يوم الصبح بيظهر 2 مشبوهين في الغابه، وهم نفسهم افراد من عصابه القمر الازرق، وهدفهم يقتلوا اشخاص معينين. بيبقوا على واد عالي بيدوروا على يوجي، ناويين يقطعوه يمسكوه. بيفضل الولد يدور عليه بسحره لحد لما بيلاقيه بيتمشى في الغابه. بتقول البنت ما يجيش جنبه ولا يعمل له حاجه، وبيبقى واضح ان الاتنين دول قتالين قتله مش بيرحموا اي حد، ولا قدروا يمسكوا ولا يوجي مش هيسيبوه في حاله. بنرجع ليوجي اللي بيبقى وصل للنقابه علشان يسحب ورقه ونفسه من المدينه ولا كانه كان فيها، وده انه يعتبر خطر عليهم دلوقتي بعد ما شاف اسمه في القايمه. بيسال البنت المسؤوله هناك وبيقول لها بصي انا عايزك ترشحي لي مدينه اقدر اروح واقعد فيها يومين بسلام. بتقول له مفيش غيرها، مدينه بوجينا، هتلاقي كل اللي طلبته هناك، وخد المعلومه دي مني ليك. هناك هتلاقي حداد اسمه غجل في ورشته كل حاجه ممكن المقاتل يحتاجها، دروع، اسلحه، كل اللي بتدور عليه من الاخر. بياخد بعضه وبيطلع في رحلته الجديده، ولكن مش بيكمل في حماسه، خلاص بدا يحس بالاتنين اللي بيراقبوه. بيقول السلايم اللي بتروح وراهم خلي بالك واخفي نفسك، انا عايز اسمع كل كلمه بيقولوها من غير ما يعرفوا ولا يحسوا بيا. وفعلا بيرتاح على الشجره وبيعمل نفسه نايم. في نفس الوقت واحد من العصابه مش شايل عينه من عليه، بيقول انا حاسس انه ضعيف ونقدر نخلص عليه بدل ما نضيع يومنا على الفاضي. البنت بتبص له بصه تهديد، بتقول له كلمه تانية منك واقتلك. انا قررت ان احنا هنخلص عليه بس مش النهارده، هنفضل نراقبه وبعدين نحدد لو كان خطير ولا لا، غير كده اوعى تقرب منه. وقتها بيبقى يوجي سمع كل حاجه وخطتهم، بيقرر يكمل رحلته ويشتتهم، يثبت لهم انه انسان ضعيف لا يشكل بربع جنيه خطر، عايش على لقمه الرغيف، وده علشان يبعدوا عنه. فعلا اول لما بيوصلوا للمدينه بتاعت بوغينا ده بيروح على ورشه غجل، الاتنين مش سايبينه في حاله ورايحين وراه في كل حته. بيقرر على طول ان هو يبدا في خطه، بيروح علشان يشتري دروع، ولكن بتظهر بانه شاب فقير مروض حيوانات ضعيف. الكل بيطرده من كل مكان لانه مش معاه فلوس. بيقرر يروح ويقعد في مطعم، هناك بيحس الاتنين اللي بيراقبوه انه مجرد مروض فقير فعلا عادي ما عندوش اي مهارات خطيره، ولكن البنت لسه مصره هنراقبه لاخر اليوم لان لسه مش مقتنع. بيقول اعمل لهم ايه ولاد الهرمه دول علشان يصدقوا تمثيلي. بيطلع على نقابه المدينه علشان يستلم مهمه بسيطه واللي هي قتل وحوش على القد. فعلا بيروح لمكانهم وبيلاقي قدامه 3 وحوش مش ناويين يرحموه. بيقول يوجي لجماعته انا مش هستخدم سحري علشان محدش يشك فيا، انا برضو في الاول وفي الاخر اسمي مروض وحوش، مفروض مني نروض الحيوانات علشان يهاجموا هم كمان على الوحوش. يا ريت المعلومه دي تكون وصلت. ها بيبص للذئب وبيقول له يعني ايه تروض حيوانات؟ للدرجه دي شايفنا حيوان؟ هتضحوا بيا كمان؟ ماشي عادي انا مش زعلان. على طول بيجري بسرعه ناحيه الوحوش وبيهزمهم كلهم بقوته وسرعته الجباره، ولكن ده بيخلي الاتنين يشكوا فيه اكتر وان هو قوي. فبيفكر يجي في طريقه وبيستخدم تعويذه الشفاء على الوحوش. يلا ليكوا نصيب تعيشوا تاني. بيقوموا من جديد علشان يقتلوا الذئب. بيقول له طب وانا مالي؟ مش قتلتهم مره. بيفضل كده لحد لما بيتعب الذئب وبيقول له خلاص بقى
ارحمني انا تعبت. ايه اعمل ايه طيب؟ يا ريتني ما كنت زهقت. بيقول له معلش استحمل، كل ده لزوم التمثيل، ما تقلقش خلاص قربنا، فاضل خطوه اخيره. بيعزز الوحوش بقوته لدرجه ان هم بيتضاعفوا في الحجم، بيتجننوا. ولكن الزئبق بيقول له بما انها المره دي الاخيره فسيبهم عليا. بيستخدم قوته الخفيه وكالعاده قدر يوقعهم بس بطلوع الروح. وهنا بيتاكد الولد والبنت ان هو مجرد مروض وحوش عادي، فقير غلبان كحيان تعبان ملوش لازمه في اي حاجه. ولكن فجاه كل ده بيتغير، وده لما بيهجم وحش من الوحوش المهزومه على يوجي ومحدش بيقدر يلحقه. بيستخدم تعويذته وبيستدعي سيفه وبيخلص عليه بحركه واحده منه. الصدمه بتبقى واضحه على وش الاتنين المشبوهين، مش عارفين يقرروا لو كان مجرد مروض وحوش عادي ولا مقاتل وراه سر خطير. بيفضلوا يفكروا وهما مبلمين بيبصوا بنظره مشبوهه لحد لما بتقرر البنت ان هو بريء وضعيف وان هم هيسيبوه يمشوا، وده لانه وراهم شغل كتير. يوجي بيرتاح وبيحس ان اخيرا ده الوقت المناسب ويبطل تمثيل. ولكنه بيسمعهم بيقولوا حاجه غريبه، وان هم بيخططوا لهدفهم التاني واللي هو كاهن. بيفضل ممشي السلايم معاهم ومتخفي علشان يعرف خطتهم اكتر لحد لما بيوصلوا لغرفه سريه، وهناك بيتكلموا مع حد عن طريق باللوره السحريه. بيعرفوا ان هم راقبوا شاب اسمه يوجي، طلع فعلا مروض وحوش غلبان كحيان فقير ملوش لازمه في اي حاجه، لا يشكل خطر ومجرد مروض عادي. دلوقتي هنركز على هدفنا التاني. الزعيم بيقول لهم ان هم لازم يحققوا في شخص تاني، وهو نفسه الشخص المسؤول عن تدمير قريه المسيح. بيشك ان هو نفسه الكاهن المطلوب في القايمه. بيخلصوا كلامهم مع الزعيم وبيقرروا يروحوا علشان يخلصوا عليه. يا ترى مين الكاهن؟ ايوه عزيزي المشاهد، هو ستايل. يوجي بيتجنن، بيخاف على الكاهن المسكين وعلى طول بيحذف تعويذه الاخفاء. بيهجم عليهم وبينقل تعويذته للسلايم. بيهاجمهم بتعويذه الصقيع، بيحاول ان هو يجمدهم وبتخليهم زي التماثيل. بيبدا يوم جديد يا عزيزي المشاهد بعد ما قدر ان هو يخلص عليهم بسهوله امبارح. بيروح على المدينه عند ورشه غجل. بيقول له الواد اللي بيشتغل هناك انت ايه اللي جابك يا فقير يا كحيان؟ مش لسه طاردينك امبارح؟ بيقول له اديني ثواني افهمك. ولما بيسمع غجل اللي بيحصل وان هو بيزعق مع زبون بيقوم بيأدبه. بيقول انا اللي احدد مين جدير بانه يشتري دروعي ولا لا. بياخد بص على يوجي وعلى السلايم ومن نظره واحده بيعرف مدى قوتهم، وده اللي بيصدم يوجي. بيقول له غجل ان هو هيعمل دروع للسلايم مخصوصه لقوتهم الجباره، ولكن في حاجه واحده موقفاه، ان هو للاسف معهوش المواد اللازمه علشان يصنعها. ومن غير لف ودوران انا عارف ان الجماعه بتاعتك قويه ومحتاجين دروع زيهم. المهم لو قدرت ان انت توفر المكون المطلوب هعمل لك دروع صلابه وقوه جباره. اول حاجه مثلا جواهر التنين الصغيره الحمراء ديت بتستخدمها لصناعه الدروع العاديه، بس في حالتك انت وفريقك هنحتاج نوع اقوى واللي هو الجواهر الزرقاء. يوجي بيقول له ماشي من عيني، اجيبها منين طيب ولا اتصرف ازاي؟ بيشاور له على قمه بركان في المدينه. بيقول له ان هناك في انواع من التنانين والجواهر، لو هزمت التنين صغير ازرق هتقدر ان انت تلاقي الجواهر اللي عايزها. بطلنا بيقول له خلاص سيبها عليا، ما تقلقش جهز نفسك علشان تعمل الدروع. راجل بيقول له ركز معايا وخلي بالك التنانين قوتها رهيبه، انا قلت اقول لك بس عشان لو حصل حاجه ما تلومش الا نفسك. يوجي بياخد بعضه وبثقته اللي هتقتله ده وبيمشي ناحيه النقابه في المدينه. بيختار كل المهمات اللي تخص التنانين الصغيره. بيقول للبنت المسؤوله انا هاخد كل المهمات ديت. بتقول الموضوع مش سهل زي ما انت متوقع. بيقول لها ما تقلقيش هقدر اوقعهم كلهم بسحري. بتعرفوا البنت المسؤوله ان السحر مش هينفع مع التنانين الصغيره، وده لان الجواهر اللي في اجسامهم بتحميهم ضد اي سحر، ولو فكر او حاول يهاجمهم بالاسلحه فالاحسن ان هو يستسلم، وده لان جسمهم وحراشفهم سميكه. الحل الوحيد علشان تهزم اصغر التنانين انك تستخدم الميه، وده صعب برضه. هتقول لي ليه؟ هقول لك علشان الميه ديت وانت بتجيبها هتلاقي هناك سمكه خطيره هتمسكك تقطعك وتتعشى بيك. يوجي بيقول لها طب اعمل ايه طيب؟ انتوا عايزين مني ايه؟ الله يخرب بيت. على العموم سيب الكلام ده عليا وخلينا اجرب. بيقرر يروح ناحيه النهر الاول. هناك بيقابل سلايم احمر صغير بيبان عنده ان هو تم ترويضه قوي. بيقرر ياخده معاه في المهمه الجديده. بيروح عند النهر علشان يقدر يعدي، وبيقول الظاهر كده انا لازم امسك السمكه الخطيره ديت علشان اقدر اعدي وامسك التنانين. بيصنع شبكه سحريه من السلايم بيربطهم مع بعض وبينزلوا تحت الماء علشان يلاقوا السمكه ويخلصوا عليها. هناك السلايم بيحس بحاجه غريبه، قوه متجهه ناحيتهم، وفعلا بتطلع السمكه الخطيره. بيمسكوا فيها وبيكتفوها. بيقولوا ليوجي اسحب يا معلم، ولما بيطلع الشبكه بتصدم من قوه السمكه وحجمها. على طول بيستخدم تعويذته الدفاعيه، بيستخدم الجليد وبيقدر يجمد السمكه، ولكن مش بيلحق يفرح. سمكه بس بنت لذينه كسرت سحره عادي. بيتصرف بسرعه وبذكاء، بيتفادى هجوم السمكه وعلى طول بيستخدم تعويذه كرات النار. وعزمكم النهارده عزيزي المشاهد على عشاء جبار، سمكه مشويه بالنار. بيكمل اتجاهه ناحيه البركان بعد ما قدر يوصل للميه، وفي طريقه بيحس ان عدد السلايم معاه بيكتر. بيتكلموا مع بعض وبيدردشوا سوا لدرجه ان هم مش بيلاحظوا التنانين اللي قدامهم. يوجي هو اللي بينبههم. بيترعبوا، بيقولوا له يا ابني بيني وبينك احنا بنخاف من التنانين، وده لانها خطيره وضخمه بنخاف منها، مش بيقدروا يواجهوا التنانين. وبيقرر يوجي يتقدم بنفسه. بيهجم بتعويذه الميه اللي قالوا له عنها، وفعلا اول لما بيستخدم سحر المدفع الماء بيقدر يخلص على واحد منهم بكل سهوله. بيوقعه بياخد منه الجوهره الحمراء. اول لما بيشوف السلايم سهوله الموضوع بيبدا هما كمان يتشجعوا. بيروحوا يخلصوا على باقي التنانين، وبينقل لهم يوجي تعويذه الميه اللي بتقدر توقع كل التنانين. بيتوزعوا السلايم لحد لما بيوصل واحد منهم. بيقول له يوجي ان هو لقى تنين ازرق نادر. الولد بيجري عليه، ولكن الصدمه لما بيتغير شكله مقارنه بباقي التنانين. بيقول ده شكله مش زيهم، واضح عليه ان هو عنده صحه وقوه وجلد
جلد سميك هتحميه من اي هجوم ضعيف زي بتاع الميه. بيأمر السلام ان هو يحوط التنين، بيبدا هجومه التكتيكي بمدفع الميه وطبعا بيغرق التنين ولكن مش بيتاثر. على طول يوجي بيستخدم تعويذه الجليد عليه، بس على مين؟ التنين بيبقى اقوى مما تتوقع، بيكسر التعويذه وبيتحرر. يوجي بيقول له خلاص انت دلوقتي مسبتليش اي خيار، ما تزعلش من اللي هعمله فيك. وعلى طول بيستخدم تعويذه تجميد اقوى 10 مرات من التعويذه العاديه، بيركز سحره وقوته علشان ينجح ولكن كل الخطه بتتدمر لما بيقدر التنين يكسر التعويذه دي كمان. انت صحيح قوي بس هزمنا اللي اقوى منك. يوجي بيأمر السلام ان هم يترصوا فوق بعض علشان ينفذ الخطه البديله، بس الحمد لله مش محتاجينها. التنين بيتفاجئ من قوه التعويذه وبيترمى على الارض لوحده. يوجي بيروح علشان ياخد منه الجوهره الزرقاء، بيبقى حاسس بانتصار عظيم. بيقرر يخلص على باقي التنانين وبيتسلى لحد لما بيجي الليل. بيخلص المهمه وبيرجع يوجي للنقابه، بيقول للبنت بص انا عملت الواجب واكتر، قتلت لكم التنانين، السمكه الخطيره، كل اللي تتمناه. البنت طبعا مش مصدقاه، اللي هو ازاي ده انت مقاتل من مستوى عالي ولا ايه؟ بتروح تديله ورقه يمضي عليها ان هو خلص المهمه بسلام وامان. اول لما بيطلع من النقابه بيروح على الحداد، بيقول له بص قدرت اعمل لك كل اللي انت عاوزه، وحجر ازرق جبت لك، احمر جبت لك، لايك في قناه عمك جوجيتو عملت لك، جرس الاشعارات وفعلت لك، اعمل لك ايه اكتر من كده؟ بيقول له ما تعملش حاجه، عمك جوجيتو بيحبك وراضي عنك. بس الحداد بياخد الصدمه لما بيعرض عليه جوهره زرقاء تانية، مش كده وبس، بيعرض عليه مجموعه كبيره جدا. يا ابني انت هزمت كام تنين؟ الراجل عينه بتطلع من مكانها من الصدمه، بيقول له هعمل لك اقوى وافضل درع ممكن تشوفه في حياتك، استنى عليا للصبح بس وهصدمك. وفعلا بيجي تاني يوم وبيبقى الحداد صنع للذئب والسلام درعين بالجواهر الزرقاء، بيقول له يجرب استخدامها. اول لما بيجرب الذئب سرعته بتزيد بطريقه جنونيه، بيوصل لاخر المدينه وبيرجع تاني بغمضه عين. مش كده وبس، ده حتى السلام لانه اخف يكاد لا يرى من سرعته الرهيبه. يوجي بيفرح جدا بالدروع ولكن بيتصدم لما بيقول الحداد انا عارف اني شايل قوه سحريه كبيره، علشان كده بقول لك يا ابني استخدمها دلوقتي، جربها على الدرع وما تقلقش من حاجه. فبيقرر يجرب واحده من التعويذ الخطيره، بيروح قدام جبل وبيستخدم تعويذه الجليد بانه يجمده. وهنا المفاجاه، سلسله الجبال كلها بتبقى قطع جليديه عملاقه وصلبه. عمل هنا الجبل ايفرست عزيز المشاهد. الراجل والعامل بيقفوا من الدهشه مصدومين، ولكن يوجي بينبه عليه ما يقولش لحد على اللي شافه. بيرجع للورشه وبيقول له يوجي هو ايه هيحصل لو قلت ان انا عايز درع اقوى يناسب قوتي؟ بيقول له مش هيحصل، بس هتحتاج لجوهره تنين النار الاعظم، وده بيبقى عايش في البركان نفسه، زي ما تقول كده عايش وسط الحمم البركانيه. واللي بيروحوا بيستفزوا ويرش عليه شويه ميه، بكده بيعرض حياته للخطر والمدينه للخطر والسكان للخطر، كل ده علشان شويه ميه. يوجي بيرجع وبيفكر في كلام غجل وبيبقى عاوز يجرب ان هو يخاطر، ولكن بيبقى متردد علشان المدينه والناس. في نفس الوقت بيتواصل مع السرايم، بيقولوا الحقونا في تنانين ظهرت من جديد فوق البركان وعددهم بيزيد، وبيعرفوا ان في 2 مشبوهين بيتسلقوا الجبل وشكله ليهم ايد في الموضوع. وكل ده كان هزار لحد لما بيظهر التنين الغدار، ايوه التنين الناري العملاق، طلع من البركان وان البركان بدأ ينشط من جديد، بيزحف نحو المدينه. ده اللي هيسبب كارثه عظيمه وشكلها هتبقى النهايه ولا ايه؟ يوجي بيتواصل على طول مع السرايم، بيقول لهم الدنيا عندكم، بيقول له والله الدنيا ولعه والبركان شويه وهينفجر، تعالى الحقنا. والاهم بيقولوا له ان التنين ضخم وممكن بحجم قوته يمسح القريه من الوجود بضربه منه. بس الغريب الاتنين المشبوهين طالعين ناحيته مش خايفين، بيتاكد ان الموضوع وراه سر خطير. يوجي بيقول لهم ما تحركوش من مكانهم ويبلغوه باي حاجه غريبه تحصل لحد لما يتصرف. في نفس الوقت بيتابع الاتنين اللي بيتسلقوا البركان، بيسمع كلامهم، بيقولوا احنا لازم نتصرف، ننفذ خطتنا السريه، نخلص على التنين بالطريقه اللي قلنا عليها. يوجي بيحس بغرابه وبيقول بقى بما انهم كده مش هيجي منهم سكه نمسكهم ونستجوبهم. فبيستخدم تعويذه الشبكه، ولكن بيقدروا ان هم يتفادوهم. مش كده وبس، لا بيقدروا يهاجموا السلايم اللي كان متخفي. بيعرف على طول ان دول مش عاديين زي اللي فاتوا، دول مقاتلين مدربين. بس يوجي بيستغل الفرصه ان هم مش مركزين، بيشتتهم بالسلايم وبيهجم عليهم من الاتجاه التاني بشبكته. بيقدر ان هو يكتفهم ويوقعهم. بيعرف ان هم من عصابه القمر الازرق وان انا قمر 14. بيتاكد لما فعلا بيطيروا نفسهم على طول، وده لما بيحس ان نهايتهم قربت. ولكن يوجي بيلاحظ حاجه قريبه، بيحس بشعور مألوف وطاقه رهيبه طالعه من البراميل اللي كانوا شايلينها. فبيستدعي التابعه ليدي ريارد على طول لان هي اللي بتفهم في المواضيع ديت. بتقول له ان المايه دي ملوثه ومخلوطه بلعنه، والظاهر كده ان العصابه كانت بتخطط ان هم يستفزوا التنين ويرش عليه المايه. يوجي بيفهم ان هو لازم يطهر المايه بسحره وينقيها، وده اللي بيعمله فعلا ومش بيتوصى. ريارد لما بتطمن ان الدنيا تمام بترجع للغابه لان المكان عندها خطر. وقتها بيلاحظ السلايم ان قطيع التنانين الحمراء بيتصرفوا بطريقه غريبه، فبيستغرب يوجي. لكن بيقطع تفكيره واحد بيخبط عليه، بيقول ان هم بيخلوا المكان وده لان في حاله طوارئ في المدينه والدنيا هتتقلب. بيطلع يشوف في ايه، بيتفاجئ بان الدنيا بتمطر، ودي كارثه اكبر لان الماء بتستفز التنين. بسبب كده بيتحرك ناحيه المدينه علشان يحرقها بنيرانه ويبعدها عن بكره ابيها. يوجي بيفكر في خطه، بيفتكر ان في نهرين في المدينه، بيقول للسلايم ان هم يروحوا قدامه وياخدوا التنين ويستدرجوه للنهر. وفعلا ده اللي بيحصل. يوجي مفكر ان التنين هيخاف من الميه ومش هيعرف يتخطى النهر، ولكن بياخد الصدمه. التنين حط رجله عادي، مش فارقه معاه عليا وعلى اعدائي اللي صحوني من نومي. ده النهر بيتبخر
من كتر الحراره الهائله اللي بتطلع من التنين. السمك بيتطبخ وشكل عندنا وليمه تكفي سنتين. بيكمل في طريقه وبيروح ناحيه يوجي. في اللحظه دي بيقرر يوجي ان هو يواجه مصيره. بيتواصل مع جماعته بيقول لهم جهزوا لنفسكم داخلين على القتال، شكلها هتولع نار. بيجري الذئب مع السلام وبيزيد الدرع من قوته وكالعاده سرعته، وبسبب قدر انها تسمح له يقرب جدا من التنين ويقف في وشه. على طول بيرفع يوجي ايديه وبيجهز نفسه لمعركه ناريه ورهيبه. بيستخدم تعويذه الجليد اللي بيعززها بالدرع الجديد، واول لما بيطلع التعويذه بتصيب رجليه ولكن مش بتاثر فيه. بربع جنيه بيكمل عادي. يوجي بيقرر يعزز طاقته. بيستخدم تعويذه اقوى. بيركز جدا في هجومه على التنين. هيعملها ولا ايه؟ ولكن على مين؟ التنين ولا معتبرها معركه. بيقدر ان هو يدوب الجليد في ثانيه. بيروح التنين على النهر التاني، وده علشان يخلص على يوجي لان مستفزه من الصبح. في نفس الوقت يوجي بيبقى جاهز خطته الاكبر. بيبقى عامل حاجز عملاق مليان وكانه سد ضخم. مره واحده بيحرر الحاجز وبيغرق التنين من كتر الميه والفيضان اللي جاي ناحيته. مش بيقدر يقاوم وبيقع من غير ولا حركه. بيروح الذئب علشان يتاكد من هزيمته ولكن مش بيكمل. بيلاقي ان التنين قام واتجنن. يعني انا بكره الميه تحميني، ده انت يومك مش معدي. بيهاجم عليه بكره ناريه ملتهبه ويوجي بينقذ نفسه وجماعته في اخر لحظه. بيحميهم بالحاجز بتاعه. التنين بيحلف ما يسكت على الاهانه اللي بتحصل له. عشت طول عمري بكره الميه، في الاخر اخد دش واستحمى؟ لا والله. بيجهز كره ناريه اضخم واكبر من اللي فاتت. شكله كده ناوي يحرق المدينه باللي فيها. يوجي بيتصرف بسرعه. بخاطره بيقرر يستخدم تعويذه جديده، وهوبا مره واحده الاتنين بيدخلوا في هجوم جبار. حاجه من البوم تاخد اوف يحي صح دح منه. ولو الناس بتتفرج كان زمانها بتشجع يعني. اوعى حد يفهمها غلط يعني، ولا عملوا حمام ولا حاجه. الاتنين قوتهم متساويه للوهله الاولى. يوجي بيتغلب عليه وتعويذته بتكبر واحده واحده لحد لما بيقدر يصد هجوم التنين. مش كده وبس، لا بيجمده هو والمدينه كلها. ابن اللعيبه بيوقع التنين. بيتحول لرقائق ثلجيه وبيسيب وراه الجوهره الحمراء العملاقه. ولكن السلام بيلاحظوا حاجه تانية غير الجوهره. بيوروها ليوجي. مش بيبقى فاهم طبيعه الحاجه دي. بتخلص المعركه ويوجي بيحس بالانتصار للمره المليون. مفيش زيه اتنين. قوته اللي بتقف قصاد تنين بس بيبقى منهك وتعبان حبتين. ولكن بالرغم من كده بيروح على الحداد غاجل. بيوري له الجوهره العملاقه للتنين. الراجل بتجيله جلطه مش بيصدق عينيه. هو انت مين وازاي بتقدر تبهرني كل مره؟ المهم اكون قد وعدي. اصنع لك درع وقوي فتاك يقدر يستحمل قوتك المهوله. يوجي بيسيبه وبيروح على النقابه. هناك بيسمع على مدينه جديده، مدينه داريون. البنت بتقوله الاحسن ان انت ما تسالش عنها لان مش احسن مكان تزوره، غير يعني لو انت بتحب المشاكل، وده لانها غامضه ومشبوهه. بيقرر يوجي يسالها كمان عن الحاجه اللي لقاها عند البركان. بيطلعها من جسم السلايم وبيسالها تبقى ايه البتاع ديت. البنت بتتصدم. بتقوله ايه اللي جاب الجهاز ده هنا؟ ده عباره عن صينيه مطر. كل نقابه بتبقى معاها واحده للحالات الطارئه. والظاهر كده ان الاله ديت لواحده من النقابات المجهوله. بيسمع الكلام من هنا وبياخد بعضه وبيمشي. وبيفهم دلوقتي سبب المطر اللي حصل وان الاله ديت كانت السبب. تاني يوم بيقابل الحداد غيجل اللي بيديله درع صلب صنعه من الجوهره العملاقه. بيقول ان هو هيتصدم من قوتها في القتال، وده لان الحجر اللي صنعه منه اسطوري والوحش قوي جدا وهايل. يوجي بيبقى في قمه سعادته بالدرع. بيقرر ياخده ويودع الحداد وبيشكره على كل حاجه. ولما بيسالوا الحداد عن اسمه بيرفض يوجي يجاوبه. بيقول له سامحني بس انا عندي اسباب الخاصه اللي تخلي هويتي مجهوله. بينهي الكلام وبيمشي علشان يكمل رحلته. وفي مكان سري قدام آلة غريبه وغامضه بيظهر راجل مشبوه اسمه والتر. بيبقى من عصابه القمر الازرق. بيتصرف بطريقه غريبه. بيركع قدام الآلة ولا كانه بيعبدها. يلا يخرب بيتك يا جدع. بنرجع يوجي تاني اللي بيوصل للقريه الجديده. بيروح على طول على النقابه وهناك بيحس بجو غريب ومريب. الناس بتبص له نظره استحقار واهانه. بيقرر يتجاهلهم عادي وبيروح علشان يلاقي مهمه. وطبعا مش بيلاقي ولا واحده مناسبه ليه. بيقعد على طاوله كده وهناك بيسمع اتنين بيتكلموا عنه. بيبقوا عارفين ان هو يوجي. قالوا عليه ان هو مش خطير ومجرد مروض وحوش فقير، ولكنهم بيبقوا حاسين بالخوف منه. ازاي؟ بيخططوا ان هم يحاربوه. الاغبياء مش عارفين ان هو سامع خطتهم. في اللحظه دي بيعرف يوجي ان هم من عصابه القمر الازرق لان هم الوحيدين اللي بيحاولوا يتخلصوا منه. بيكمل وبيسمعهم. بيقولوا ان هم لازم الاول ياخدوا راي واحد اسمه والتر قبل ما يقتلوه. ولكن فجاه بيبص يوجي وراه بيلاقي الكاهن ستايل ومعاه مرافق اسمه يوهان. الكاهن بياخده بيروح معاه للكنيسه. وهناك بيقول اسمعني يا ابني انا هحكي لك القصه علشان تفهم كل حاجه واللي بيحصل من البدايه كده. كل اللي في النقابه تبع عصابه القمر الازرق ومخططين يقتلوه. وده بدا بيا انا لما قررت اكون عصابه القمر الازرق مع اصحابي. ولكن غرضنا كان شريف. وكان الراجل اللي اسمه والتر واحد من العصابه وكان ايدي اليمين. للاسف ده اللي كنت فاكره حد، بس طلع سبت. جه اليوم وهجم اشخاص مشبوهين الكنيسه حرقوها. وانا قدرت اهرب بسبب اصحابي اللي قرروا يموتوا ويضحوا بنفسهم علشان يحموني. وبعدين عرفت الصدمه وان والتر هو المسؤول عن الحريق وتدمير الكنيسه. هنا ما صدقتش نفسي. بيروح بعدها وبيكون العصابه من اول وجديد. وبيبقى مسعاه خطير وسري ومحدش يعرف عنه حاجه. الحاجه الوحيده اللي لازم ان انت تعرفها انه مسيطر على المكان هنا والناس اللي في النقابه كلهم تبعه. ولان انا السبب وبدات العصابه ديت من سنين قررت ان انا اتحمل المسؤوليه. احاول احل اي حاجه اقدر احلها وانقذ ما يمكن انقاذه. انا جات لي رساله
جهنميه بتقول ان والتر والعصابه هيعملوا كارثه غريبه، هيقودوا العالم للفوضى والدمار، وشخص واحد هو اللي هيقدر ينقذكم. وقتها يوجي بيفهم المقصود وان هو البطل المنشود اللي هيخلصوا من الكابوس المحتوم، واللي اكد له كده الخنجر اللي خده منهم من ايام. وقتها بيحس يوجي بالحيره والتردد، بيقعد يفكر في الموضوع وبياخد بعضه وبيطلع من الكنيسه. في نفس الوقت بتوصل الاخبار لوالتر، بيعرف ان الكاهن ستايل تواصل مع واحد بيتكلم معاه وشكله كده هو المبعوث اللي اسمه يوجي. بيسمع والتر الكلام وبيتوتر، بيعرف ان الحل الوحيد انه يقتله يمحيه من الوجود. بيبدا يوم جديد، بيروح يوجي على الكنيسه، وهناك بيقولوا له ان الكاهن واللي معاه مشوا ومش قاعدين حاليا، بيدور عليهم في كل مكان في المدينه ولا اثر، لحد لما بيتواصل معاه واحد من السلايم بيقول له انا شفته مع واحد وكانوا داخلين بسريه للغابه. يوجي بيأمره يروح وراهم ويلحقهم من غير ما يحس. في نفس الوقت بيبقى واصلوا عند بوابه مصنوعه من لعنه، وبيقدر ان هو يفك اللعنه بتعويذه النور اللي معاه. بيدخل للبوابه وهناك بيقابل افراد من العصابه بيطلعوا اسلحتهم على طول علشان يهاجموهم، ولكن الكاهن ستايل بيتصرف بسرعه، بيقول الظاهر كده مش هيخلونا نعدي بسلام. بيتصرف وبيعمل طقوس غريبه، بيصنع تعويذه دفاع وحمايه. بيكمل اللي بيعمله وبيركز طاقته. بنرجع ليوجي اللي بيقول للسلام بصوا انا عايزكم تاخدوني للمكان اللي داخل فيه الكاهن. على طول بيروح للبوابه وبيلاقي نفس اللعنه، بس بالنسبه له سهل يكسرها. بيفتح في ثواني، واول لما بيدخل بيلاقي العصابه كلها مرميه على الارض. الكاهن قام بالواجب وزياده. يوجي بيتفاجئ من قوته، ازاي ده انت بقى تعلمني يا باشا. بيكمل طريقه علشان يوصل للكاهن ويفهم اللي بيحصل. في نفس الوقت بياخد الكاهن يوهان ويروح على اوضه سريه من جوه، وهناك بيقابل افراد العصابه وفي نصهم والتر. اول لما بيشوفه بيقول انت ايه جابك هنا للدرجه دي، انت مضحي بحياتك ومش خايف. ستايل بيقول له المره اللي فاتت عشت بسبب تضحيه اصحابي، بس المره دي انا مش هسيبك ولا هرحمك، الاحسن تستعد للقتال. وهنا بيبدا يهاجم كل اللي حواليه، مش بيستخدم غير قبضته بس، ولكمته بتبقى كفيله انها توقعهم واحد ورا التاني. والتر بينبهر من قوته، ولكن بيلعب من وراه وبيكتفه بتعويذه سحريه قويه، مش بيبقى قادر يتحرك. مره واحده بيتكهرب وبيقع على الارض. الصدمه الكبيره لما بيعرف ان اللي ورا الهجوم ده هو مرافقه يوهان. على الزمن يا جدعان، حتى ايدك اليمين خانتك تاني. الشاب اللي انت اعتبرته ابنك طلع في الاخر عدوك. الصدمه والخيانه دقتهم بايدك اليمين والشمال. يوهان بيروح وبيحكي لوالتر كل اللي حصل. بيقول ان يوجي بنفسه هو اللي احبط كل خططنا، وده لان المبعوث اللي بيتكلم عليه ده غير ان هو المسؤول عن قتل الوحوش والتنانين والتنين الازرق العملاق، وده باستخدام الخنجر اللي اخده من الكاهن ستايل. ومش كده وبس، ده هو كمان استخدم لهب التطهير الاخضر، حرق الغابه بالالات اللي فيها والاحجار السحريه كمان. الشاب ما فيش منه اتنين، مليان جمدان. والتر بيقول له ان هو خلاص هيرجع كل حاجه لمكانها، هيقضي على يوجي، ولكن الاول هيقتل ستايل وهيخلص عليه. وفجاه بيقوم افراد العصابه، بنعرف ان والتر نشطهم تاني بلعنه وسحر اسود. بيقوموا هم في حاله غريبه مش طبيعيين، تحسهم زومبي مش عاديين، وبيروحوا علشان يهجموا على الكاهن. في اللحظه دي بيظهر يوجي ويكسر الحيط على راسهم. هو ده الوقت المناسب، انت فاكر ان انت تقدر ولا ايه؟ ده انا مستنيك من ساعتها يا ابن اللذين. على العموم ما تهتموش للي بيحصل، كده كده خلاص كلكم هتموتوا. ومره واحده يوهان مش بيديله فرصه، بيهجم عليه، ولكن بيقدر يحمي نفسه. بيكسر له التعويذه اللي فرحان بيها. انت عبيط ولا ايه؟ مفكر شويه السحر والطاقه اللي عندك دول هيشوفوا نفسك عليا؟ بيحرر الكاهن وبياخده وراه علشان يحميه. انا عايز اسالك سؤال يا عم ستايل، هو العجوز المجنون اللي ورا ده هو ده والتر؟ يرد عليه بيقول له يا عم شفت بقى عجوز ومجنون. فوالتر اللي بيرد عليه بيقول له عيب عليك، ده انا محظوظ ان انت جيت لي برجليك علشان اقتلك واخليك عبره للاجيال. وبيأمر افراد العصابه اللي اتحولت لوحوش همجيه ان هم يهجموا على يوجي والكاهن، وفعلا ده اللي بيحصل. ولكن من اول هجوم بيقدر السلام ان هم يستخدموا كرات النار، بيحرقوهم وبيحولوهم لشويه غبار. في نفس الوقت بيبقى والتر داخل للغرفه السريه بيستخبى زي الفار، بيقعد جنب الالات الغريبه وبيقفل على نفسه علشان محدش يقدر يوقف خطته الكارثيه. واول لما بيبدا جسمه يستجيب للماده اللي بتدخل لجسمه، بيبدا يتحول بطريقه مرعبه وجنونيه. وقتها بيبقى يوجي خلص على شويه الوحوش اللي بره، عرف يدخل لوالتر وبياخد الصدمه لما بيشوف هيئته عمال يتغير. بيعرف ان حقن نفسه بماده من بركان التنانين، واللي بيها بيتحول من انسان لوحش همجي محدش يقدر يسيطر عليه. بيبدا العبيط ده يهاجم بسرعه وقوه رهيبه، ولكن الذئب بينقذهم وبياخدهم لمكان بعيد عنه. والتر لسه عمال يتغير بطريقه غريبه، بتطلع له جناحات وانياب، والظاهر كده شكله بيقلب على تنين جامح. بيتجنن، مش بيقدر يشوف قدامه، بيستجمع طاقته بيقرر يهجم عليهم. على طول يوجي بيتدخل، بيصنع حاجز دفاعي قوي بيصد هجمه التنين الناري. المعركه بتبقى اقوى، القتال بينهم بيقلب لمستوى عالي، وشكل شويه التنانين اللي فاتوا كان هزار، واللي جاي ده هيبقى ضرب نار. ولكن ده ما يمنعش صاحبنا يوجي صاحب احسن اختيار، بيرد له الضربه من غير ما يحس، ولكنه بيتحرك بسرعه جنونيه، بيتفادى الضربه وبيطير في نص المكان. ايه اللي انا شايفه ده يا جدعان؟ في نفس الوقت بيوزع يوجي السرام حوالينه، وهو ده اللي كلنا متعودين عليه. بيطلع كل تعويذه قدامه وبيستخدم احسن اختيار لسه قايل لك عليه. بيستعمل تعويذه كرات النار وبينقلها للسلايم، بيهاجموا بيها على طول. والتر مش بيقدر يروح هنا وهناك، ومش بيسيبوا له فجوه يهرب منها، ولكن بالرغم من كده مش بتاثر. الجسم بقى قوي، الدماغ بقت هبله، السن راجل عجوز ومجنون، الاسم والتر. وهنا بيستخدم يوجي سلاحه السر
سري بياخد واحد من السلايم وبيحطه بتعويذه سحريه بيرميه على الوحش والتر، وهنا بيحصل اللي محدش عامل حسابه. اخيرا الدرع الاسطوري اللي سنه وغجل بيبدا حد يستخدمه، السلايم والذئب محدش بيقدر يلمحهم من سرعتهم. اولا لا شنو هذا الجمال. بيقف قدام والتر، يوجي بيستخدم تعويذه ناريه عن طريق السلايم، وبسبب كده الضربه بتصيبه بتقدر تحرقه، مش بيطلع منها سليم وجسمه بيبقى متهالك من قوه الضربه. ولكن هنا بياخد يوجي الصدمه. ابن الهرمة عمال يشفي نفسه بقوه اتباعه الميتين على الارض، مش كده وبس، لو كمان بيزيد من قوته. يوجي عمال يهاجمه بضربات ناريه ورا بعض علشان يوقفه، وكل مره بيشفي نفسه من جديد، وبيفضل الهجوم بينهم ناري جنوني لحد لما بيكتشف يوجي فجوه وبيهاجمه منها. ابن اللعيبه بيبيت جزء من اللعنه اللي متصاب بيها، بيعرض كل تعويذاته قدامه، بيضاعف التعويذه 10 اضعاف، وبيصنع شبكات قويه ومتينه علشان يقدر يكتف بها الوحش. بيرمي عليه وبيوقف حركته، وبحركته العظيمه بايديه بيستخدم تعويذه نار الهلاك، بيهاجم بها والتر بكل قوته، وفعلا بتمسك فيه النار وبتحرقه، بتخترق جسمه وتفتته. في اللحظه دي بيسمع الكائن كلمات والتر الاخيره، بيقول لهم موتي هيعمل كارثه، الخطر لسه ما اختفاش. بيبص حواليه ومره واحده الاله بتتنشط، بتسحب كل الطاقه من المدينه ومن الوحوش، بتمتصها جوه الاله، بتنور الدنيا حواليهم بطريقه مبهره وغريبه. خلاص شكل هي دي النهايه. يوجي نفسه حس بالرعب، الموضوع كبير، الدنيا هتقلب لخطر عظيم، وده اللي بيحصل. فجاه بينزل واحد من السماء وبيبقى فارس مقاتل، بيعرف نفسه، بيقول لهم انا الحكيم بنفسي، محدش بيقدر يواجهني او يقف قدامي. يوجي مش فاهم كلامه، بيشرح له الكاهن وبيقول له ان والتر ضحى بحياته وحياه كل اتباعه علشان يستدعي الوحش اللي قدامك، وبيعرف ان هو عنده قدرات غير محدوده. يوجي بيتوتر، الصدمه الاكبر بتبقى لما فجاه بيستخدم الحكيم تعويذه النار الهلاك، هي نفسها التعويذه اللي استخدمها يوجي، بيضرب يوجي بيها، بس طبعا بيصدها وبيبعدها عنه، وده اللي كنا خايفين منه، كان بركان دمرها حرق الارض باللي فيها. يوجي بيتعصب، مش بيستنى لحظه، بيحط خطه وبيجهز السلايم، بيبدا في هجومه على طول، بيقول له السلايم اتوزعوا وروحوا في كل حته، بيستخدم تعويذه التعزيز علشان يزيد من قوته وسرعته، وبالمره سرعه السلايم والذئب 10 اضعاف، وفعلا بيتحركوا بسرعه كبيره حوالين الحكيم بيشتتوه. يوجي بيقول له انا هحرقك زي ما حرقت المدينه، هدوقك طعم الهزيمه. بيصنع شلال من كرات النار، بيهاجم الحكيم من كل اتجاه وناحيه، بس ابن الهرم عمال يتخطى الهجمات ولا كانه بيلعب كوره، بيدافع عن نفسه بتعويذه النار نفسها. يوجي بيتجنن، بيستخدم تعويذه الصقيع الجباره وبيجمد الحكيم، ولكن بطاقته الجنونيه بيقدر يكسر الجليد، بيحوله البلورات بتترمي في كل حته. السلام بيستغل الهجوم ده علشان يقربوا اكتر من الحكيم، القتال بيولع نار والدنيا حواليها بتنهار، ومحدش من البشر عارف ايه اللي بيجرى مع يوجي المختار. بيقرر السلام يجتمعوا ويعملوا دائره ويستخدموا طاقه عاليه، لازم يركزوا قوتهم في هجوم ناري علشان يهاجموا الحكيم بيه. يا لو الضربه تصيبه هتقع على الارض اخيرا ولا ايه؟ فرحتهم مش بتكمل، بيقف من جديد. مش كده وبس، لا هو كمان بيستخدم تعويذه بيضاعف قوته 10 اضعاف التعويذه العاديه، بيهاجم يوجي، ولكن يوجي على طول بيرد له الضربه بالمثل، بيعمل نفس التعويذه. الاتنين بيحرقوا العالم بالمنظر ده. يا جماعه استهدوا بالله، صلوا على النبي، وانت كمان عزيزي المشاهد صلي على النبي في قلبك كده. خش نشوف اللي بيحصل، النار في كل مكان وفي كل حته، قوتهم متعادله. الكاهن بيقف مصدوم من المنظر اللي بيحصل قدامه، بيعجز عن التعبير، اقول ايه، انا بحلم اكيد. وبيخلص الهجوم الناري، بيتصدم يوجي لما بيلاقي الحكيم سليم، ما فيهوش ولا خدش واحد. مش كده وبس، بيرفع ايديه للسماء، فجاه الدنيا بتتقلب بسبب آلة تغير الطقس، بتظهر طاقه عظيمه من كل حته، بسببها التنانين والوحوش بتتجنن هي كمان وبتصرفوا بهمجيه. شكل هي دي نهايه العالم ولا ايه؟ في نفس الوقت المقاتلين بيطلعوا علشان يدافعوا عن المدن، ولكن الوحوش بتهاجمهم من كل اتجاه، متحاصرين ودي نهايتهم خلاص، ولا اسلحه نافعه ولا طاقه نافعه ولا حاجه نافعه معاهم، فبيجروا تاني على مدينتهم. ولكن يوجي بيتصرف من بعيد وبيبعت تعويذاته وبيستخدم كرات النار، بيقدر ان هو يوقف الوحوش وبيوقعهم. بيرجع لمصيبته، مش عارف يتصرف ازاي ضد الحكيم ده، ولا عنده فكره يوقعه ازاي. وقتها بيقول للحكيم ان هو حتى لو عرفت تتخلص مني هيجي واحد بعدي وهيعمل نفس اللي بعمله، هيخلص العالم من الفساد اللي انتوا فيه. يوجي بيقول له انت مش فاهم ليه يا ابني ان انت اللي بتعمله ده اسمه فساد اصلا. وفجاه بيطلع الحكيم وبيبدا يهاجم يوجي في معركه لا متناهيه، بيهاجموا الاثنين بعض بكرات ناريه، بسبب كده في انفجارات في كل حته. الكان بيفضل على جنب مصدوم من اللي بيحصل. خليك انت كده مستخبي. بيقول ايه اللي جابني هنا؟ ما انا ابويا ما ربنيش، كان لازم اعمل يعني حاجه اسمها عصابه الازرق والبطيخ. في نفس الوقت يوجي بيبدا يتواصل في نص المعركه مع السلايم، بيقولوا له الحق الوحوش واتجننت، مش قادرين يسيطروا على نفسهم وبيهاجموا كل المدن اللي رحناها قبل كده. يوجي خلاص دماغه هتنفجر، يلحقها من مين ولا من مين ولا من مين؟ وخليك انت عايز زي ما انت يا عم ستايل على وضعك، محدش عايز منك حاجه. وللاسف طاقته عماله تقل بطريقه كبيره جدا، وبالمنظر ده هينهار قبل ما يخلص القتال. ولكن بيطمن لما بتقول المساعده دوريارد ان المقاتلين من كل مدينه طلعوا علشان يتصدوا للوحوش. دلوقتي اقدر اقول لك انت انتصر عليه، اهزمه وهات لنا حقنا منه يا باشا. عايزين نشكرك على انقاذك المتكرر لكل مدينه من غير ما
يعرفوا بهويتك، علشان يشكروك على كل حاجه عملتها. كنت دايما بتداري نفسك وجه اليوم اللي لازم تعترف فيه. يوجي بيتاثر بكميه الناس اللي بتعتمد عليه، بيحاولوا ان هم يساعدوه من كل حته في العالم، وبيفتكر لما كان وحيد ومحدش عامل له اعتبار بيفضل سهران علشان يخلص اللي وراه في الضلمه والبؤس. ولكن اتولد في العالم ده بقوه جباره، بيرجع للحاضر وبيشوف كل ذكرياته، الناس اللي عرفهم بيقاتلوا علشانه واقفين جنبه بيساعدوه، مش بيقدر يمسك نفسه، بيستجمع شجاعته وقوته تاني، بيستخدم اقوى تعويذه عنده. وهنا بتبقى الصدمه، يوجي بيستخدم التعويذه ديت على كل المقاتلين اللي بيحاربوا في ساحه المعركه، بسببها بيقدر يدافع عن المقاتلين من غير ما يتاذوا، وده اللي بيخليهم يتحركوا بسهوله وبقوه كبيره. في اللحظه دي بيطمن يوجي على كل المدن وعلى الناس، خلاص بيقرر يركز بقى في قتاله مع الحكيم. وفجاه بيتواصل مع الكاهن، بيقول علشان تهزم الحكيم قدامك حل واحد، لازم يجتمع الشمس والقمر. بيبص يوجي على السماء وبيحاول يفهم المقصود، ولكن دماغه فاشله حبتين يعني. بياخد جرعه علشان يسترجع طاقته تاني، وفعلا بترجع زي الاول، القوه بتسري في جسمه، بيرجع اقوى من الاول، ومره واحده بينط باستخدام تعويذاته لحد لما بيوصل للحكيم. بيقف قدامه بيساله الحكيم عن السبب اللي خليه يحمي العالم، مش عايز يستسلم. يوجي بيفتكر كل الذكريات السعيده اللي كونها في العالم ده، رغم ان هو معاش بقاله فتره، ولكن قلبه متعلق بيهم، عاوز يحميهم، ينقذ حياتهم من الخطر. ولكن بيقطع الحكيم وبيستخدم تعويذته، مفيش غيرها، نار الهلاك. ولكن المره دي بيهاجموا من كل حته حواليه. يوجي ابن اللعيبه بيتفادى هجماته، بيفكر في حل، وفجاه بتظهر قدامه التعويذه اللي هزم بها التنين الازرق العملاق. فينك من بدري بيقرر يستخدمها تاني، بينزل نور سماوي كانها الساعه كهربائيه بتكهرب الولد لحد لما بتنشفه. لا ومش كده وبس، يوجي بيكتشف ان هو يقدر يستخدمها تاني، بيفضل يستخدمها تالت رابع خامس لحد لما بيقع من غير ما ينطق ولا كلمه. الحكيم بيتجنن، مش بيصدق ان هو اتخدش وواقع على الارض قدام انسان بسيط ضعيف زيه، بيقوم علشان يهجم عليه. ولكن يوجي مش بيسيب له فرصه، وبيستدعي الخنجر السماوي، بيرميه على الغيوم وبتبدا تظهر الخسوف. هو ده اللي كان قصده عليه، القمر والشمس اجتمعوا، وهنا الخنجر بيستمد طاقته من السماء، بتحصل حاجات غريبه قدامه. يا جماله يا جماله، ده معناه خلاص هانت، هيقدر يخلص على الحكيم ويخلص منه. بياخد الخنجر وبيهاجم عليه بسرعه رهيبه، بيبقى الحكيم عايز يتصرف لانه خايف من اللي بيحصل. يوجي مش بيسيب له فرصه ولا مجال، بيصنع حاجز قوي جدا ومعزز بالطاقه والدروع، بيحبس الحكيم جوه الحاجز الاسود ومش بيسمح له يفلت من ايديه. ومره واحده بيجري عليه وبيعزز الخنجر، وبوم طخ في قلب الواد، وهنا بينهار الحكيم وبيتقطع جسمه. اخيرا يا ابن الهرمه خلصنا منك. مش كده وبس، بسبب الهجوم الجبار بتبدا العاصفه تروح، وبيرجع الجو جميل والدنيا ربيع، الشمس بتنشر نورها على العالم من جديد. بينزل يوجي للارض منتصر انتصار ساحق بعد قتال دام اكتر من مده طويله، بس بينهار من التعب. بالليل بياخد بعضه هو وجماعته، بيسيب المدينه، ولما بيسالوا السلام على السبب بيقول ان النقابه هناك كلهم افراد من العصابه، ولو فضلت هناك هيفضلوا ورايا، وانا الصراحه تعبت يعني من الحروب والمعارك وعايز ارتاح شويه. يوجي بيكمل طريقه ورحلته، وقت ما بيقرر يرتاح الولد المسكين وياكل لقمه، فجاه بيظهر حواليه مجموعه نمور متوحشه، بيقول لهم مش اسلوبي يعني، ما تسيبلوش دقيقه ارتاح طيب من القتال. بيقوم وبيخلص عليهم. ودي كانت صاحبنا يوجي اللي قدر يهزم التنانين، يهزم الوحوش، قاهر عمك والتر العجوز. واتمنى تكون استمتعتوا بالقصه والقتال الجبار. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تفعل الاشعار وتستنى الفتره الجايه الدمار، واللي عندها هيبقى احسن اختيار تعليمك عمك جوجيتو متعلم من يوجي. احلى مسا عليكم وسلام.